اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده بطل النهارده ضعيف وفاشل، ولكن بتحصل الكارثه، وبطلنا الفاشل التافه ده بياخد قدره بتخليه غير قابل للموت، يعني يموت ويرجع تاني. الموضوع كويس ولكنه زباله، لو في كل مره هتموت بطريقه بشعه. فتتخيل بقى بطلنا هيعمل ايه في المصيبه دي. واوعى تنسى ان عنده اخت، وبما ان في وحوش فهو لازم ينقذها. كل ده اكتر هنشوفه النهارده، وصل للاخر عشان في كلام مهم وصح هنلاقي حاجه. الجزء الجديد للي شافوا القصه قبل كده هيكون موجود في الديال الموجوده على الشاشه، مع اني متاكد ان اغلبكم ما شافوهاش. فاتفرج واستمتع ويلا بينا. بتبدا قصتنا بهيكل عظمي بيقول بالنسبه لينا فاحنا خالدين لاننا نجينا من دوره الحياه والموت والسيطره على كوكب الارض. ما كانتش صعبه، فكره اننا ناخد كوكب الارض كانت مجرد مساله وقت، او احنا اللي كنا فاكرين كده. وبعدها بنلاقي الهيكل العظمي ده بيقول ايه زي ده حصل، انت مجرد انسان، ايه زي لسه عايش وما متش. فبيرد الشخص اللي جوه النار وبتكون ملامحه مش واضحه، بس مهم بنلاقيه بيقول مين يعرف ممكن يكون السبب ان اقوى منكم مثلا. وبنلاقي الشخص ده بيضرب هيكل عظمي وبيجدع عليه. وطبعا اكيد انت مش فاهم اي حاجه، احنا بدانا من المعركه يا اسطى، بس عشان تفهم تعالى كده معلش اخدك سنتين لورا. وبنشوف البنت دي واللي بتتكلم مع حد وبنعرف ان اسمها يو، وبنلاقيها بتقول له انا الحقيقه ما بقتش قادره استحملك، انا سمحت لك تعيش هنا لانك قلت انك بتدور على وظيفه، لكنك بتقضي وقتك كله في الشرب واللعب وبس، وانت لو هتفضل كده فالاحسن انك ترجع بتهلك. وبنشوف الشخص التاني واللي بيكون اسمه كيم، وبيحاول يبرر موقفه وبيقول معلش بس انا ما عادش ينفع اعتمد على ابويا وانا في السن ده. فبتتعصب يو بتقول له بس تعتمد على اختك الصغيره عادي، بكره اول يوم في السنه الجديده، شوف لك اي شغل هنا ولا هنا. فبيرد هيونو بيقول لها نتكلم في الموضوع ده بكره، انا مصدع دلوقتي. وبيسيبها وبيدخل اوضته وبيقفل الباب وبيبدا يهدي نفسه وهو على السرير وبيقول هو انا ليه بعمل في نفسي كده، هو انا لسه عايش حياتي بالطريقه دي. الحاجه الوحيده اللي عملتها لما جيت سيول اني قدرت اخد تدريب قصير في شركه من الشركات الكبيره، انا لازم يبقى عندي ولا اكسب بيها. وبيبص على الكمبيوتر اللي بيكون مفتوح وبنلاقيه بيقول انا نسيت اقفل اللعبه. وبيسال نفسه لو كانت الحياه الحقيقيه عباره عن لعبه كانت هتبقى عامله ازاي. وبيقوم قايل اكيد وقتها يبقى عندي شغل احسن وهكون محارب ساحر ومبارز قوي. وفجاه بتظهر اشارات من النظام وبيكون مكتوب تم اكتشاف اتصال عام من بعد هالكين، تم تنشيط نظام الدفاع الارضي، سيبدا البرنامج التعليمي الان على الارض. وفجاه كان بيفوق بس في مكان تاني وبيكون مستغرب جدا، ولكن بيظهر قدامه شاشه نظام وبيكون مكتوب فيها الوقت حتى الاتصال الكامل ببعد هالكين 4 سنين و364 يوم و23 ساعه و59 دقيقه و27 ثانيه 26 25. وهوب شاشه ثانيه بتظهر وبيكون مكتوب فيها نرحب بدخول السيد كان غي هيون للبرنامج التعليمي. والبرنامج بيحتوي على 8 مراحل، وبيعرف كيم ان الموت في المكان ده مالوش علاقه بالواقع، وانه ما ينفعش يستسلم في نص الطريق، ولو فشل فمش هيقدر يحاول تاني. وبيظهر رساله ثانيه وبيكون مكتوب فيها بعد مسح البرنامج التعليمي هيكون في مكافآت. فبيكون هو مستغرب من اللي بيحصل، وبنلاقيه بيقول لنفسه اكيد ده حلم مدمنين الالعاب هم بس اللي يحلموا بيه. بابا ماما انا اسف، يو اخوك هيلاقي شغله. وبيحمس نفسه وبيكون مبسوط وبيقول اكيد دي اشاره علشان ابدا انطلق. وبتظهر قدامه شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها دخول المرحله الاولى وبنشجع شجاعتك علشان تنقذ الارض. وبتبدا المرحله الاولى وبيشوف كام رساله بيكون مكتوب فيها اثبت شجاعتك واهزم اكتر حاجه بتخوفك، وشرط تصفيه الوصول لنقطه الوجهه في نهايه الجسر، وشرط الفشل هو الموت. بعدها بيلاقي كيم نفسه في مكان تاني وبيكون تقريبا كهف بركان ولكنه في لعبه من العاب البقاء، وبيكون كل واحد فيهم واقف على جسر من الصخره وتحتهم حمم بركانيه. فبيلاقي كيم بيقول هو اللي بيحصل ده هي دي نار، ايه الحراره دي؟ بس بيبص حواليه وبيقول لنفسه هم مين الناس دول؟ انا كنت في بيتي، ايه الاحلام الغريبه دي؟ ولكن بيقطع تفكيره حد جنبه بينادي عليه باسمه، وبتكون اخته يو والدموع بتكون في عينيها. فبيقول لها كيم هو ايه اللي ظهرك في حلمي الاول في السنه؟ ايه الهزار ده؟ فبترد يو بتقول له هو ده بجد حلم؟ في كلام عن انقاذ الارض وحاجات غريبه. فبيقول لها كيم ده مش حلمك انت، ده حلم انا. ولكن يو بتتعصب وبتقول له طب اقنعني ازاي الحمم البركانيه سخنه كده لو احنا فعلا في حلم، وكمان كلامنا ده اكيد في حاجه غلط. فبيضحك كيم وبيقول لها الناس زمان بيقولوا ان هم مش بيحسوا بالم في احلامهم، ولكن ده كذب، انا كان عندي تجارب تانية كانت واقعيه جدا. وبيمشي على الجسر وبيقول لها المهم عامه انا لازم امشي. فبتساله هيروح فين؟ فبيرد كيم وبيقول لها اتقال ان اوصل لنهايه الجسر زي ما اتقال في شاشه النظام، هو انت ما شفتهاش؟ ماشي بما انه حلم يعني فشخصيه ثانويه زيك اكيد مش هتشوفها. فبتتعصب يو بتقول له ايه الشخصيه الثانويه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ شافت الرساله برضو بس هو انت مش خايف تقع؟ فبيرد كيم وبيقول لها انت غبيه قوي، ده حلم ولو مت هصحى من النوم. ولكن بيقطع كلامهم حد بيقع في الحمم البركانيه. فبيترعب كيمو يوم اللي بيحصل لان الراجل اتحول لفحم. فحم ايه؟ رماد فحم خلاص يا اسطى. وبعدها تكسر له الصمت وبالله بتقول لكيم فكرني كده باللي كنت بتقوله. فبيرد كيمو بيترعش وبيقول الصرخه دي كانت واقعيه شويه بس انا مش خايف خالص. فبتاخد يو نفسها وبالله بتنزل على ايديها ورجليها وهي بتقول لكيم بلاش تعمل اي حاجه غبيه ولو عايز تحرك
فما تمشيش احسن، الزحف امن بكتير. فبيزحف كيم على الجسر بتاعه هو كمان، ولكن بنلاقي يو بتساله وبتقول له تفتكر ايه اللي حصل لنا؟ فبيرد كيم وبيقول لها ده مجرد كابوس واقعي بس. فبتستغرب يو من غباء وخامه، وبنلاقيها بتقول له بس بجد انت اكيد عرفت ان الموضوع مش كده صح؟ تفتكر ان حلم واقعي للدرجه دي ممكن يكون موجود؟ اكيد في حاجه حصلت هنا انا مش قادر اتخيلها، بس لو متنا هنا فممكن في حياه واقعيه. ولكن كيم بيقول لها مرعوبه. يا شيخه بقى انا عمال بحاول اتجاهل الموضوع ده من الصبح وانت عمال تتكلمي فيه، انا مرعوب دلوقتي. فبتقول لنفسها ده اكتر اخ كبير في العالم ما اقدرش اعتمد عليه. بس كيم بيقطع تفكيرها وبيقول لها خلينا نستريح شويه، ما عدتش قادر اسحف، ايدي ورجلي بيترعشوا. فبترد يو بتقول له يعني كمان هتريح على جنبك؟ فبيقول لها كيم بس تعرفي لسه في احتمال ان يكون حلم عادي، وانا لو فضلت كده ممكن اصحى لوحدي. وفجاه بتظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها ان عدى وقت من بدايه البرنامج التعليمي والصعوبه هتزيد وبيحصل هزه في المكان، ويو مش بتكون فاهمه اللي بيحصل، والجسر اللي هم واقفين عليه كلهم بدا يتهز، وفجاه الجسر من وراهم بيبدا يتكسر. يا نهار اسود على الرعب، حرفيا دلوقتي لازم يجروا ولو جريوا هيقعوا. انت متخيل الجسر قد ايه وخايفين يقعوا؟ ما بالك بقى في يوم القيامه لما نمشي على الصراط المستقيم. فاوعى تنسى يا صاحبي صلاتك. معلش عارف انا رخامه لنفسك في وقت زي ده، ولكن عشان احنا اخوات. مش احنا اخوات ولا ايه؟ انزل في الكومنتات وقول لي طبعا احنا اخوات. بيبداوا الناس كلهم يجروا، فيبص يو وراه باللي بتقول ده مش الوقت المناسب علشان نفضل كده، وبنلاقيها بتجري. فبيستغرب كيم وبيقول لها استني، ولكن الجسور بتتكسر. فبيجري كيم هو كمان وبيكون مرعوبه، وبنلاقيه بيقول لنفسه مش مشكله الجسر مش ضيق قوي يعني، ولو ما اتكعبلتش فهقدر اوصل. كل اللي عليا ان ابص قدامي بس. وبيبص قدامه وبيلاقي انه فعلا قرب يخلص، ولكنه بياخد باله ان الجسر اللي فوق يو بيتكسر. فبينادي عليها عشان يحذرها، وهي بتاخد بالها وبتكون مصدومه. فبينط كيم عندها وبيزقها وبيقدر ينقذها، وبيخرجوا من الجسر على اخر ثانيه. وفجاه بتظهر رساله من النظام وبيكون مكتوب فيها مستواكم زاد وتجاوزتم المرحله الاولى، لقد استيقظتم بشكل مؤقت بفضل مكافاه التصفيه، وسوف تستيقظون رسميا عند انتهاء البرنامج التعليمي. فبيريح كيم ظهره وبيقول ايه التعب ده، اما مش قادر اتحرك. بس بيلاقيه بتقول وهي بتبص على النظام استيقاظ بشكل مؤقت وبرنامج تعليمي، هو في حاجه تاني؟ بس هو بيقول لها ايه مش ناوي تشكيل انقاذك ولا ايه؟ فبيلاقيها بتشكره، ولكن فجاه بيظهر قدامها شاشه الاحصائيات، وبنعرف مثلا انها في المستوى 1 والقوه فيها 7 نقاط والرشاقه 12، اما الحيويه 6 والطاقه السحريه 13 والقدرات الفطريه الهدوء والقدرات والمهارات لا شيء تقريبا. فبيلاقيها بتقول ايه ده مستوى قوه ورشاقه؟ فبيستغرب كيم وبيقول شاشه حلا دي اكتر حاجه اي راجل نفسه فيها. وفجاه بتظهر قدامه هو كمان، فبنلاقيه بيعدل نفسه علشان يبص على الشاشه اللي قدامه، وبيشوف قدامه القدره الفطريه القيامه والقدره والمهاره مش موجودين تقريبا. فبنلاقيه بيقول نافست حلا بتاعتي، ولكنه مش بيلحق يفرح لانه بيصحى من النوم. فيبص لنفسه كده وما بيكونش فاهم، شكله طلع ما غطاهاش فعلا. المهم وبعدها بيخش على جروبه وبيقول انه حلم غريبه، ولكن الردود كانت اغرب لان في ناس بيقولوا ان هم كمان حلموا حلم غريبه، وبتنزل فيديوهات وبوستات للموضوع والمشاهدات بتعلى اكتر واكتر. ده حتى الاعلام كمان بيتكلموا عن الموضوع، وبتظهر شاشه نظام وبيكون مكتوب فيها الوقت حتى الاتصال الكامل بيبعد هاكن 4 سنين و364 يوم و15 ساعه و4 دقائق و25 ثانيه. وبعدها بتخبط يو على باب اوضه كيم وهي بتنادي عليه وبتدخل، واول ما بيشوفوا بعض بيبداوا يحكوا اللي يشوفوه في الحلم في نفس الوقت، وبيتخنزروا على بعض. وبعدها بنشوف كل واحد فيهم قدام باب اوضته وبيبصوا لبعض وهم ساكتين، وبيتفقوا انهم ياكلوا الاول وبيقعدوا على السفره، وكل واحد منهم بيكون ماسك موبايله. وبنلاقي هو بتقول يعني فعلا طلع مش حلم، ومش بلدنا بس اللي حصل فيها كده، تقريبا الكل على مستوى عالم شافوا نفس حلم. فبيقول لها كيم بس تقريبا الموت في حلم مش بيأثر على الواقع، بيقولوا ان كل 3 من 4 اشخاص وقعوا بس ما حصلهمش اصابات خطيره. فبتقول لي ولو كان واضح جدا ان الوقوع هيكون صعب جدا، وسمعت كمان ان اللي وقعوا جالهم صدمه شديده، بس هو في مشكله لو كلنا بشكل طبيعي ايه الدوشه اللي بره دي. فبيقوم كيم عشان يشوف في ايه وبيبص من الشباك، وبيكون في ناس كتير تحت وعاملين مظاهرات، واللي بيسرق وبتكون مردغانه وبيكسروا كل حاجه قدامهم. فبتبص هي كمان وبنلاقيها بتقول شكلنا كان مش هيقدر نروح الشغل. فبيقول لها كيم اكيد احنا لو طلعنا هنتاذي، بس انت فاكره اي حاجه بخصوص الاتصال ببعد هاكن؟ فبتقول له يو هو انت ما شفتش نبذه الحاله بتاعتك كويس؟ هم قالوا اننا نقدر نشوف الوقت متبقي عشان نصحى بدري، وبتبتدي تشوف الوقت وبتشوف الوقت في نفس الحاله بتاعتها. فبيتمنى كيم لو كان يقدر يشوف نفس الحاله بتاعته هو كمان، وبيتعرف هيون ان ب 4 سنين و364 يوم و17 ساعه ودقيقتين و13 ثانيه. وبعدها بتقول له باقي لنا 5 سنين كمان، وبيبص هيون على الناس وبيقول هنقدر نكمل في الوضع ده لمده 5 سنين؟ المكان فوضى بس اكيد هيهدى قريب، ولحد الوقت ده بقى احنا لازم نفضل في البيت. فبتستغرب هيون من كلام كيم اللي بقى منطقي فجاه، وبنشوف في الاخبار
ان مفيش اي حاجه كبيره حصلت، وبالليل معظم المواطنين رجعوا لحياتهم اليوميه، وبكده استعادت كوريا استقرارها في يوم واحد. وبكده بيخلص اليوم الاول. بعدها بنشوف كيم على السرير عشان ينام، وبتظهر له شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها البرنامج التعليمي الخاص بيك. وبعدها بيلاقي نفسه في مكان جديد، وبتظهر له شاشه مره ثانيه وبتساله حابب يشوف التعليمات لواجهه اساسيه. فبيقول كيم عايز اشوف نفس حاله اول، والقوه 8، والرشاقه 9، وقدره التحمل 8، والقوه السحريه 14. اما القدره الفريده فهي عاده الاحياء. وبيسال هيون نفسه اذا كان ده كويس ولا لا، ولكنه بيرسى انه اكيد مش هيقدر يحكم دلوقتي. وبيقول بتركيز صفه القوه السحريه هو انا هقدر استخدم السحر بعدين ايه القدره الفريده لعاده الاحياء دي. وبتظهر النافذه وبيقدر يعرف منها انه يقدر يرجع للحياه تاني بعد 24 ساعه من الموت، وانه يقدر يرجع من الموت اول لما الارض تتخلص من كارثه. ولو ما كانش محدد موقع عاده الاحياء، فعاده الاحياء هتحصل في اخر مكان نام فيه، بس عقوبه انه هينقص في المستوى وكل قدراته هتقل بنسبه 50% لمده 24 ساعه. يا بلاش، بس ده مش بينطبق على البرنامج التعليمي. فبيفرح كيم وبيكون متحمس جدا، وبتظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها مستعد تدخل المرحله الثانيه. فبيقول كيم اكيد، سواء صفات عاليه او قليله فنقدر ازودها وازود مستواها كمان. وكان متحمس لانه عنده مهاره احياء وما كانش متخيل اللي هيحصل. وبنشوف عفريت واقف، وكان بيكون ماسك في ايده حربه تقيله وفيها سنون وبينزل منها دم، وبيهجم هيون عليه بكل قوته. بس فجاه بيظهر كيم شعار وبيكون مكتوب فيه المرحله الثانيه اهزم الاعداء واثبت قدراتك. فبيرفع ايده بكل قوته وبيخلص عليه، وبيقول بعدها لنفسه انا كنت فاكر هيكون قتال زي نظام اللعبه كده، انا قدرت اوقعه لاني هجمت عليه فجاه بالحربه، بس شعور ان اقتل الكائن ده خلى جسمي كله بيترعش. وبيمشي وبيقول انا فزت بس لانه عفريت، لو ما فاجئتوش كان زماني ميت زيه. وفجاه بيشوف كائن ضخم ورحيطه فبيصدم هيون وبيمسك سلاحه، وبيكون الكائن ده هو محارب العفريت وبيكون ضخم ومعاه سيف. فبيقول كيم لنفسه هم ليه شكلهم كام البدايه، هو مش المفروض عفريت يكون وحش مستواه منخفض ويقدروا المبتدئين يقتلوه؟ ده اكبر بكتير من العفريت اللي فات، وكمان السيف بتاعه طول من متر. وبيبدا القتال، وبيقول كيم بخوف وهو بيرفع الحربه بتاعته انا ما كنتش بتمرن بسبب البطاله اللي كنت عايش فيها، وكمان سلاح اخترته من بدايه البرنامج التعليمي اللي طوله 70 سم بس. وبيشوف الدم على جسم هيون، واللي بيكمل وبيقول انا مستحيل استحمل سيف طوله متر. وبيضربوا محارب العفريت بالسيف بتاعه فبيقع على الارض، وبيقول لنفسه هو انا لسه المفروض استحمل ده. وبتكون الجروح باينه في رجله، وبيمسك محارب العفريت من التيشيرت بتاعه وبيجره. فبيقول كيم هو مش هيقتلني بس انا هصحى امتى من الحلم ده، حد ينقذني. بعدها بيشوف هيون صحى من نومها مفزوعه، وبتيجي على اوضه كيم وبتقول له ليه الهبل ده حصل معايا تاني. وكمان راسه مصدعه وبيبص على كيم واللي بيكون قاعد ملفوف بالبطانيه ومرعوب وبيقول عفاريت لا انا خايف. وبعدها بيشوف كيم قاعد بيشرب حاجه سخنه، وبتساله هيون يعني انت مت لكنك فقدت دم بشكل كبير. فبيقول لها كيم ايوه، الاول خلعوا صوابع ايدي ورجلي واحد واحد وكمان سناني فبيتقطع هيون وبتقول له وهي بتسد ودانها خلاص كفايه عرفتني، انا كمان مت بس مش بالطريقه دي، انت عشان كده بقى كنت بتعيط. فبيقوم كيم وبيتعصب وبيخبط الترابيزه وبيقول كنت هتفهمي لو ده كان حصل معاكي اي حد مكانك كان هيعيط. فبتساله هيون اذا كان المفروض يروح المستشفى، وبتعرفه ان عدد زوار القسم النفسي اتضاعف اليومين اللي فاتوا، وان اكيد ناس كتير حصل معاهم تجارب شبه دي. فبيقول لها كيم انا مش معايا فلوس. فبترد هيون وبتقول له روح اكسب شويه فلوس، وبتبص على الموبايل وبتقول في اخبار كويسه المفروض بعد موتك البرنامج التعليمي ينتهي، اللي ماتوا في المرحله الاولى ما حلموش بالمرحله الثانيه. فبيضحك كيم وبيقول لها ايه الكلام ده ريحني، هقدر انام بسلام النهارده. بعدها بيشوف كيم وهو نايم على سريره، وبتظهر له شاشه النظام واللي بتقول اهلا بيك في البرنامج التعليمي يا كيم، حدث خطا في المرحله الثانيه هنتحرك فورا. فبيكون كيم متضايق جدا، وبتبدا الجوله الثانيه من المرحله الثانيه في البرنامج التعليمي وبينافسوا في مكانه. وبتظهر شاشه النظام تاني وبتقول انه مش هياخد عقوبه اعاده احياء بما انه في البرنامج التعليمي دلوقتي. وبنشوف كيم قاعد ورا صخره وبيقول تفكيري اتشتت ورحت في النوم، انا عايز اموت بس حتى لو مت كل ده هيتكرر تاني، كنت فاكر اني اصحى من حلم لو استنيت واتحملت، ولكن شكل ده مش هيحصل، في الاخر انتوا عايزين ننفذ اللي انتوا عايزينه مش كده. وبيقوم ولكن بيكون حاسس بالجوع، فبيقول ايه السلاح اللي اخترته المره اللي فاتت كان حربه، اخترتها لانها كانت اسهل باعتبارها قوه مدمره، بس بما ان القتال المباشر مرعب فالقوس هيكون ارحم، وبالنسبه للقتال المباشر الرمح هيبقى افضل من السيف. وبيكون ماسك القوس والرمح في ايده وبيقول لنفسه وهو بص على عفاريت خليني اوريكم مهارات الاطلاق لمواطن جنوب كوريا، وبيمسك القوس بتاعه وبيستهدف عفريت منهم وبيسيبه في وشه. فبيقول بعدها لنفسه اكيد يعني الامور مش هتمشي كويس وانا بستخدم السلاح لاول مره. وبيبتدوا يهجموا على بعض، وبيمسك كيم الرمح وبيضرب عفريت وبيوقعه، وبيكون مبسوط عشان نجح. وبنلاقيه بيقول يلا اللي بعده، وبيصدم وبيبص على الرمح وبيقول الرمح مش بيتحرك من مكانه، وده لان الرمح بيكون لسه في عفريت، وبيهجم عليه العفريت تاني وبيضربه وبيوقعه على الارض. فبيصرخ كيم وهو ماسك صدره وبيصحى من نومه في نفس الوضعيه وبيقول مت على طول المره دي، يا على شعور الموت بدون تعذيب. وبتظهر شاشه النظام وبتقول حدث خطا في المرحله الثانيه
هنتحرك فورا فلتنقذ شجاعتك الارض. فبيقول كيم ايه الهبل ده؟ وبيكون في البرنامج التعليمي تاني الجوله الثالثه وبيختار سلاح النهارده السيف والدرع وبنلاقيه بيقول مش الاحسن نستخدم سلاح استخدمته قبل كده؟ وبيبص على التليفون لفيديو الواحد بيستخدم السيف وبنلاقيه بيقول لا هستخدم السيف النهارده، انا قعدت اليوم كله بدرس على اليوتيوب، انا شفت كل ملخصات مانجا ليك واتعلمت كتير من معتوه جنار. وبيمسك السيف والدرع وبيقول للعفاريت يلا تعالوا لي، وبيكون متحمس جدا ولكن بعدها بيمسك صدره وبيقع على الارض وبيقول شويه حسالة بيتجمعوا ضدي. وبيقوم من نومه وبيكون حاطط ايده على وشه وبيقول انا هدي فرصه للموضوع ده عشان اقتلكم كلكم. اما هيون فبتكون واقفه على باب اوضته وبتسمع كلامه وبيظهر على شاشه النظام نفس الرساله اللي بتتكرر كل مره وبنعرف انه في البرنامج التعليمي الجوله الرابعه. وبيكون ماسك السيف وبيقول بالنسبه لنا في استحاله ده السبيل المعتمد وبتظل لنا في استحاله. وبنعرف ان قدره تحمله زادت واحده لانه متابع جولات فبيفرح جدا وبيقول هو انا لازم استخدمه اكتر من 8 ساعات عشان ازود مستوايا. وبتظل لنا في استحاله واللي بيكون مكتوب فيها درجه القوه والمستوى والرشاقه وقدره التحمل والصفات الثانيه. وبيعرف ان قدره التحمل بقت 8 وصفات السحر بقت 14. وبيفكر مع نفسه بيقول على ما افتكر انا خدتها لما خلصت المرحله الاولى. وبيحاول كيم ينتقم من عفريت بما ان صفاته زادت لانه كان تعبان من التدريب وما قدرش يهزم ولا واحد ومات على طول. وبنشوف نفس رسائل شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها البرنامج التعليمي الثاني الجوله 5 وقدره تحمله بتزيد نقطه عشان تلويحه بالسيف. والجوله السادسه زادت قوته نقطه بعد 10 ساعات من التدريب. وبعدها بيقول دلوقتي بقيت هزمت العفريت اللي قدامي اسهل بس عشان قوته وقدراته القتاليه ضعيفه فالتعامل مع العفريت لسه مش قادر استحمله. وفي البرنامج التعليمي الثاني الجوله السابعه قدر كيم يلوح بالسيف بسهوله وقدره تحمله زادت اكتر بفضل مجهوده في المتابعه. وبيكون فخور ومبسوط جدا وبينام على الارض وبتظهر له شاشه النظام اللي بتقول تم انشاء فنون السيف الاساسيه بتصنيف اف ودي بتساعد على تصحيح الوضعيه وتوزيع القوه. وهو بيلوح بالسيف فساعده في الضربات اكتر. فبيقول كيم بكل فخر واخيرا عملتها. وبيمسك السيف وبيقول جاي لكم يا شويه حساله هخلص عليكم النهارده. وبيكون في 5 عفاريت في المرحله الثانيه من البرنامج التعليمي 2 في الجزء الاول من الحصنه و3 في الجزء الثاني في الغابه. والجزء الاول بيكون الاسهل بالنسبه له والعفريت الاول ضربه فجاه بقوس مركب والثاني ضربه بالسيف. والمشكله كانت في 3 عفاريت بتوع الغابه اتعامل كيم مع اول 2 بنفس الطريقه اللي اتعامل بيها مع العفاريت اللي فاتوا والاخير غلبه شويه وبدا الضرب بينهم. وكيم كان بيصدر الضربات وبيقول لنفسه انا قادر اشوف هجماته وكمان جسمي بيظهر رد فعل قبل ما افكر حتى. ودي بتكون من ضمن صفات فنون السيف الاساسيه بتصنيف اف واللي زي ما عرفنا انها بتساعد على تحسين الوضعيه وتوزيع القوه لما بيلوح بالسيف. وبيضرب الشبح اللي قدامه بالسيف في وشه وبيقول لنفسه لسه في مشكله انا خسرت كتير من قدره تحملي لاني اتعاملت مع 4 منهم بس. وبيضرب عفريت بالسلاح بتاعه فبيقع سيف كيم بعيد وبيحاول يضربه مره كمان ولكن كيم بيصدر الضربه وبيقول لنفسه الغبي ده بيستمتع بتعذيبي وعشان كده ما قتلنيش فورا. هما بيخلوا عدوهم يتعب اول وبعدها بيقول له وهو بيضربه برجله لعبتك واضحه بالنسبه لي. وبيمسك عفريت وشه مكان الضربه وبنشوف كيم وهو بيمسك الحجر وبيضربه في وشه وبيصرخ عفريت وبيحاول يحمي نفسه. فبيقول كيم وهو لسه ماسك الحجر انا الاقوى وبيضربه بيها تاني. وبنشوف وش عفريت بقى كله دم وبيقع على الارض. وبعدها بيقول كيم شفت بقى مرحلتك بقت ممله ازاي لدرجه انك بتحاول تموت. وبيظهر بعدها كيم شاشه النظام وبنعرف انه انهى المرحله الثانيه وكمان خد 5 نقط اضافيه كمكافاه ليه عشان خلص المرحله وكمان يقدر يختار سلاح. وبيتفتح له مهاره الدرع ومهاره القوس المركب الاساسيه. فبيقول كيم وهو مبسوط انا فزت. وبيعرف من شاشه النظام ان مستواه كمان زاد وبيقول بحماس اتفرجوا على شويه بشر وعفريت مزيفه على قوه الكائن الخارق. وبيصحى من نومه وهو مبسوط وبيدخل المطبخ وبيقول وبما اني خلصت المرحله الثانيه فانا هجهز الفطار كاحتفال. وبيدوقه ولكنه بيسمع رزع البابا ومن وراه بيلاقي اخته هيون بتقول له في ايه كنت بتقول ايه. ولكن فجاه بتظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها اكتمل البرنامج التعليمي للارض دلوقتي تقدر تستخدم النظام بحريه بره البرنامج التعليمي. فبيشوفها هيون وكيم وبتظهر لهم شاشه نظام جديده وبيكون مكتوب ان الزنزانه مفعله دلوقتي. فبيبصوا من الشباك وبيشوفوا زنزانه في الشارع فبيكونوا مصدومين وكمان الناس اللي في الشارع بيكونوا منبهرين. وبتظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها المستيقظين بس هم اللي يقدروا يستخدموا الزنزانه وتنتهي في وقت محدد. وبتكون الزنزانات موجوده في اكتر من بلد. وبنعرف من الشاشه ان وقت من باقي على انتهاء الاتصال مع بعض هاكن هو 4 سنين و357 يوم و13 ساعه و59 دقيقه و51 ثانيه. وبنعرف ان بعد ظهور الزنزانه العالم بقى فوضوي وهيون وكيم قرروا ما يخرجوش من البيت. بعدها بنشوف كيم على الكمبيوتر وبيقول شكل
لكن البرنامج التعليمي لسه ما انتهاش. مؤخرا اللي تموا 18 سنه انضموا عشان يكملوا البرنامج التعليمي. فبترد هيون وبتقول الاتحاد كلها فوضى بسبب الزنزانه. الناس بيقولوا ان القرار متسرع، انهم يسموا اللي بيتكلموا بالبرنامج التعليمي مستيقظين وبيبعتوهم في تصفيات الزنزانه. فبيقول كيم بس عادي يعني الموضوع مش كبير للدرجه دي، الناس بقت تقدر تشتغل وتقفل نافذه حاله بجد، المهم اننا نستفيد منها. وبيقف بحماس وبيجري يفتح نافذه حاله، فبتظهر شاشه النظام واللي بيكون مكتوب فيها البرنامج التعليمي قيد العمل، لذلك لا يمكنك استخدامه. فبيستغرب كيم وبيقول هو الوضع ماشي كده لسه بدري، وبيقول لنفسه باقي 8 مراحل بالنسبه للبرنامج التعليمي. شاكا كده لما حاولت تنجز المرحله الثانيه في 7 محاولات، الباقيين كانوا خلصوا مراحلهم. وبيبص لهيون وبيقول لها هو ما فيش اي طريقه ثانيه غير ان ننجز كل حاجه؟ عندك اي معلومات عن المرحله الثالثه؟ فبترد هيون وهي ماسكه اللاب بتاعها وبتقول له انت ما سمعتش المثل اللي بيقول الصبر مفتاح الفرج؟ ما فيش اي معلومات عنها، حتى المعلومات عن المرحله الثانيه قليله برضه. فبيقول لها كيم يعني لازم اروح اقتل تاني؟ وبيستعرض عضلاته وبيقول مش مشكله، انا قوي جدا دلوقتي ومش هتهزم هزيمه محرجه زي اول، وهنجز المرحله الثالثه باتقان. وبالليل في المرحله الثالثه من البرنامج التعليمي بيظهر وحش وبيقول كيم لنفسه انا هقتلك يا واخده. وبتظهر له شاشه النظام واللي بيكون مكتوب فيها شرط الانجاز اباده الزعيم الغرقه، شرط الفشل هو الموت. تنبيه اذا انتصرت وقت كافي فرصه ستكون في نهايه المطاف. وبنشوف كيم وهو لابس بدله التمويه وبنلاقيه بيقول شكل مهم هتكون مهمه اختراق وقتله او حاجه شبه كده مش كده؟ وبيقول بعدها لنفسه مش زعيم الغرقه وحش ومره اسمع عنه، اول حاجه المفروض اعملها ان الاقيه، والمفروض الاول اشوف الحاجات اللي خدتها من المرحله الاولى. شويه حسنه دول مش بيخلوا وقت لواحد يشوف اللي خده بشكل كويس. وبتظهر له شاشه حاله وبيكون كيم مبسوط جدا وبيقول في حاجات كتير اهي كده نوافذ الحاله ولا بلاش، في كمان مهارتين الدرع والقوس المركب اللي اضافوا جديد. وبنعرف ان مهاره الدرع اساسيه بتصنيف اف بتسمح باستخدام الدرع بطريقه اكتر فعاليه، وكمان بتشتغل كويس مع مهاره القوس المركب وبتحسن من دقه الاطلاق. فبيقول كيم وهو بيبص في نافذه حاله بالنسبه للصفات الاضافيه خلينا اضيفها للقوه والتحمل اكيد ده هيفيدني. وبيحس ان في حاجه تانية لسه ما عملهاش، فبيجيله رساله من نافذه حاله اذا كان حابب يشوف المخزن، وبيختار السيف وبياخده بيقول وهو بيبص عليه ده اكتر حاجه مميزه شفتها لحد دلوقتي. كده خلصنا وبصينا على الصفات قبل المعركه، دلوقتي لازم اروح ونشوف الغرقه ده ونخلص. كارلوس قناص اسطوري من القوات البحريه قادر يقتل الجنرال بجناح بعد ما زحف لكيلومتر ونص تقريبا في اكتر من 3 ايام، وده اكتر حد بحترمه. من النهارده انا هزحف اكتر من 10 ساعات ولا ايه؟ خلاص قربت. وبيستخبى في الزرع وبيبص على الخيمه اللي قدامه وبيكون في حارسين واقفين قدام خيمه كبيره، فبيفكر كيم هيدخل ازاي وبيقول لنفسه العشب عمال يشكني وكمان الحشرات جوه هدومي، وبيكون واحد من الحراس قريب منه. وفجاه بيخرج كيم وبيهجم عليه وبيقول له انا هقطعك، وبيطلع سيفه وبكل قوته بيوقع على الارض وبيخلص عليه. وبيبص على الحارس التاني وبيقول الشعار المميز بتاعهم بصوت عالي، وكل في خيمه بيسمعوا وبيخرجوا وبيتجمعوا حوالين كيم. فبنلاقي كيم بيقول بما ان الموضوع خلاص فانا هقول الجمله اللي طول عمري عايز اقولها، وبيقول بصوت عالي هز المكان تعالوا لي يا شويه ملاعين. وبتفعل مهاره زي الاسد وبنشوف الدم في كل مكان. وبعدها بنروح للجوله الثانيه من البرنامج التعليمي الثالث، وبنعرف ان زئير غضب الاسد من الرتبه دي وبتقلل من صفات ومعنويات الاعداء، وكمان بتزيل كل تاثيرات الاضعاف عن البطل وبتسبب خوف الاعداء وبيزيد كل التاثيرات السلبيه عن مستخدمها. وبعدها بنلاقي كيم بيقول اللي اتعلمته خلال زحف ال10 ساعات في الجوله الاولى شكل كل محاربين الغرقه بيطلعوا يصطادوا خلال اليوم ومش بيرجعوا القريه غير في الغروب، يعني بيبقى اعداد قليله من القوات في خلال اليوم واغلبهم هيكونوا مجرد فراخ صغيره. وبعدها بيكون عند خيمه كبيره وبيدخل الخيمه بسيفه وبيقول بحماس وسيفه غرقان دم مين اللي خلص عليهم؟ انا جيت يا زعيم الغرقه. فبيبص له زعيم الغرقه وبيشاور عليه وبيقول كلمتهم المميزه. فبتتجمد حركه كيم وبنعرف ان اصابته مهاره التقييد السحريه منخفضه المستوى. فبيقول كيم لنفسه جسمي مش بيتحرك، نوع من البرامج التعليميه اللي جواه سحر زي ده اكيد في حل. وبيفتكر ان صفه زئير غضب الاسد بتقلل قدره الصفات ومعنويات الاعداء وبتزيل تاثيرات الاضعاف عنه. فبيفعل صفه زئير غضب الاسد وبيعلن هجوم وبيهجم على زعيم الغرقه وبيقول كله عنده خطه حلوه لحد ما يتصاب بيطعنا كده. وبتظهر شاشه النظام وبيكون فيها تهاني انه خلص المرحله الثالثه وخد كيم تجديد جسدي فوري بتصنيف بي كمكافاه للانجاز. وعلى شاشه النظام بنعرف انه انجز المرحله الثالثه فعل الوقت وكسر رقم قياسي جديد كمكافاه اضافيه وخد لقب مؤقت الصلب. وبنعرف ان لقب الصلب هو لقب بياخده متمرد اللي خلص المرحله الثالثه واللي بتختبر الصبر والتحمل في اسرع وقت ممكن، وبيتنين لقب في حال لما يكسر رقم القياسي. فبيقول كيم خلصت المرحله الثالثه في يومين بس بالنسبه ان خدت اسبوع كامل عشان اخلص المرحله الثانيه، فده تحسن كبير. بالنمو ده انا هوصل لنتيجه واحده هبقى عبقري في النهايه. المفروض اخلص المرحله الرابعه في خلال دقايق بس. وبيتخيل نفسه بعد ما يخلص المرحله الرابعه وهو لابس درع معدني وواقف على وحش كبير. بعدها نرجع لبيت كيم وبيكون التلفزيون شغال على الاخبار وبنلاقي مذيعه بتقول عدى 25 يوم بعد رساله واحده خاصه من المستيقظين لتصفيه الزنزانه، واعلنوا ان 40% من
الزنزانات اتصفت فعلا. في الوقت ده استمروا المستيقظين في الاشراك في نشاطات الانجاز، وبنشوف يون وهي في المطبخ وبتعمل بيض وبتقول هو لسه عايش في هبل بتاعه ده؟ لو فضلت كده الجيران هيشتكوا. هو انت دماغك حصل فيها حاجه؟ فبيرد كيم وبيقول لها انا خلصت المرحله الغبيه لسه مخلص عليهم حالا. فبتقول له يون ده انت كنت هتتجنن، وبتقول انك مش عارف تتعامل معاهم وبتبقى لسه هتهني، ولكنها بتقول بصدمه ايه اللي حصل في حلمك؟ وبيشاور على وشه بصدمه وبتقول وشك ماله؟ فبيرد كيم وعينه حمراء وبيقول البرنامج التعليمي بيعصبني. فبتقول له يون بالتوفيق، بس شكل وشك كان عندي مجرم في البيت. فبيقول لها كيم ماشي يا تافهه انا اخوك الكبير. فبتقول له يون مرحلتك الرابعه كانت عامله ازاي؟ فبيقول لها كيم هختصرها لك، ده كان مشروع جماعي كان مطلوب مني اظهر مهارات القياده، وبنعرف ان شرط انجاز المرحله كانت اباده الزنزانه، ولما ده يحصل هيبقى في بوابه خروج من الزنزانه بشكل تلقائي. وبيكمل كيم وبيقول المهمه كانت ان نقود الفرقه عشان ادمر قلب الزنزانه. قولي كده انها كانت زي لعبه للعب الادوار. اعضاء الفرقه اتصرفوا كشخصيات غير لاعبه بتتبع ادوار معينه، وكانوا بيتناقشوا اذا كانوا هيتقدموا ولا هيتراجعوا، وما كانش عندنا معدات كفايه عشان نطور في المهمه، على الرغم ان كان في اعتراض قوي من شويه منهم، بس القرار النهائي كان ان احنا نتقدم. وطبعا عملت شغل حلو في الاول وكنت في قيادتهم ورفعت معنوياتهم بصفه زي الغضب، ورحت للصفوف الاماميه بقدره العلاج لتجسد الجسد المتوسط. وبنعرف ان صفه تجديد الجسد المتوسط بتجدد الضرر اللي بيحصل في الجسم باستخدام القوه السحريه، سواء كبتر او حروق كله بيتعالج بشكل تلقائي باستخدام القوه السحريه. فبيقول له يون يعني كل حاجه مشيت تمام صح؟ طب اللي خلاك تقعد شهر كامل؟ فبيقول لها كيم بدا التعب من الليله دي. المفروض الاوغاد دول كانوا يبدوا على مراقبه، بس بدل ما يعملوا كده كانوا بيخططوا انهم يهربوا سوا، ولما مسكتهم قتلوني. فبترد هنا وبتقول له ابلع اكل الاول وبعدين اتكلم. فبيقول لها كيم على العموم حصل مواقف زي دي من نفس الشخصيات في كل محاوله في الظروف الصعبه دي، في النهايه لقيت حل بذكائي. فبتساله هنا عن حل، فبيقول لها كيم وهو بيضحك بحماس الحل ان خلص على كل اللي يضايقني واتبعهم. وفي البرنامج التعليمي 4 المرحله الاخيره بنشوف مجموعه واقفين وبيقول واحد منهم خلينا نتقدم، هنبقى بنضيع وقت لو قطعنا الطريق ده كله ورجعنا من غير حاجه. فبيرد لحد وبيقول له وكمان اكلنا محدود، افرض ما قدرناش نلاقي قلب الزنزانه، هل هتكون كل احجار السحر اللي جمعناها كفايه؟ وبيقول شخص منهم تاني لو متنا هتبقى انت مسؤول. فبيصرخ كيم بقى على صوت. فبتقول واحده منهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ فبيرد كيم وماسك السيف وبيقول من دلوقتي ورايح انتوا هتمشوا على تعليماتي، ولو قمتوا او اعترضتوا هتموتوا. فبيرد واحد وبيقول انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فبيضربوا كيم في وشه وبيقول انا قلت لك ما تعترضش. وبنشوف الشخص ووشه كله دم واسنانه متكسره. فبيكمل كيم وبيقول امشي ورايا انا عارف الطريق. وهو بيظهر شبح. فبيضربوا كيم بالاداه اللي في ايده على راسه وبيكسره، وبيكمل بعدها وبيقول هو ده الاخير. فبتقول واحده منهم بصدمه خلص عليهم كلهم. فبيقول كيم وهو مصدوم هو ده القلب؟ المفروض يدمر الدعامه دي. وبيمسك السيف بتاعه وبيقول سهله، وبيطلع قلبه. وبكده بينتهي من المرحله الرابعه، وبيكسب قاطع الصنفين بتصنيف ايه كمكافاه على انجاز المهمه، وكمان خاتم عقل قوي بتصنيف بي ومستوى زاد. وبعدها بيكمل ويقول لهيون باعتبار النتائج فمكاسب المرحله الرابعه ما كانتش وحشه، صفاتي وقدراتي زادت كتير، ومفيش داعي اذكر لك الحاجات اللي وقعت من وحوش واللي انا جمعتها، واللي من بينهم ما اعرفش هدف الحجر السحري ايه، انا جمعت كل ده واكيد ليهم فايده قدام. وبنعرف ان سيف القاطع الصنفين بتصنيف اي بتقسم جسم الخصم نصين، فيا ريت نحترمها شويه. المهم بيكمل كيم وبيقول المهاره اللي خدتها هي قاطع نصفين، وكمان خدت اعداد حاكم العقل القوي، وده بيدي مناعه ضد كل السحر اللي بيستهدف العقل والتاثيرات النفسيه او العقليه. دي برضو كانت حلوه جدا، ولكن اكتر الانجازات المميزه اني بقيت اقوى في الواقع برضو. وبيشوف كيم بعد ما خلص تمرين الضغط وبيقول شكل تمارين وزن الجسم فعاليتها بقت قليله، شكل لازم اروح الجيم. وبتجيله رساله على موبايله فبيمسكها وبيقول هو ده اعلان ولا ايه؟ وبنعرف انه انذار طوارئ من وزاره الامن المحلي ان في زنزانه هتفتح، ولازم سكان المنطقه يفضلوا في بيوتهم ويكونوا فايقين. وبيسمع الناس بتصرخ، وبنشوف العفاريت بتكسر في المباني والناس بتهرب ومرعوبه، والعفاريت بتقتل في بعض. وبتيجي رساله من شاشه النظام بتقول ان الزنزانه ما اتصفتش في خلال وقت محدد، فباب الزنزانه هيتفتح. فبيبكي من نفسه وهو بيشوف اللي بيحصل. معقول النهارده يكون انا قدمت طلب عشان اصفيها هنا؟ وبيفتكر ان راحت الشغله وهو بيتضرب، وبيقول لنفسه في خطر، وبيجي يدور في البيت على اي حاجه يقدر يستخدمها كسلاح. وبيقول بعصبيه معقول مش لاقي حاجه اقدر استخدمها كسيف؟ وبيبص على السكينه وبيجي على الوحوش اللي في الشارع وهو بيقول عدى وقت طويل، بس زي ما توقعت مش هقدر استخدم المهارات لاني مسموح لي استخدمهم بس في حلم، ولكني قدرت اجذب انتباههم. وبيبداوا عفاريت يهجموا عليه. فبيقول لهم كيم بكل سخريه انا مش سامع الدوشه اللي بتخرج من وحوش مستواها ضعيف زيكم. وبيقول لنفسه بس انا مش ضامن اذا كانوا في مستوى اللي كان في برنامج التعليمي. وبيبدا يضرب فيهم وهو بيقول هقدر اعرف مستوياتهم من تحركاتهم.
وبيضرب عفريت في التاني وبيقول ايه السكينه دي جامده. وبعدها بنروح لمبنى وبيكونوا موظفين مرعوبين وبنشوف يو واقفه وبنعرف ان ده مكان شغلها وبيشوف يو تليفونها واللي بيكون عليه رسائل من كيم واللي بيسالها اذا كانت في الشغل ولا لا. فبترد يو وبتساله ليه وبيكون في اصوات جايه من بره والموظفين مرعوبين. وفجاه بيتكسر الباب وبيدخل كيم وهو بيقول ما كنتش اقصد اكسره اسف. وبيقول يو وهو ماسك السكينه ولبسه غرقان دم اخوك الكبير جه. وبتبدا المرحله 5 وبنشوف شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها اثبت حكمتك اللي تقدر تتجاوز اي صعوبه. فبيقول كيم لنفسه وهو بيبص على النظام انا نسيت ده انا كنت مشغول الفتره اللي فاتت جدا. وبنشوف بنات جميلين جدا واقفين مع كيم وبتقول واحده واللي بيكون اسمها هانا هو انت شيطانه. فبترد عليها بوره وبتقول لها هو انت ما تعرفيش ان اكتر ناس بيتشكك فيهم هم اللي بيتكلموا كتير. فبتسالها هانا وبتقول لها هو انت عايزه توصلي لايه. فبتتدخل يورو وبتقول ممكن كلكم تهدوا بقى. وكيم بيكون بيحاول يفهم اللي بيحصل وبيظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب شرط النجاح هزيمه الشيطانه اللي بتتنكر على هيئه بشريه وشرط الفشل هو الموت. وبنعرف ان الشيطانه بتخفي هويتها حقيقيه ودي اللي هيكتشفوها هم اللي يستهدفوا الاول. فبيقول كيم لنفسه هي مش الشيطانه دي اللي بتظهر في حلم المخلوقات اللي بتبان للراجل وهو نايم وتاخد منه طاقته وحياته بس هم مشهورين بانهم جميلات وكل واحده منهم ليها جمالها الخاص واكيد كلهم عارفين ان في شيطانه بينهم. وبنلاقي واحده منهم بتقول كيم تفتكر مين الشيطانه في اللي موجودين. فبيقول كيم لنفسه ودي كمان جميله وبيقوم قايل لها ما عنديش فكره بس انا. وبيركز معاها وبتظهر له شاشه النظام وبيكون مكتوب خاتم قوه الاراده هيقاوم محاوله السحر. وبنعرف ان خاتم قوه الاراده من التصنيف في بيدي عالي مناعه ضد كل التعويذ المتعلقه بالعقل والهجمات العقليه من الرتبه واقل وممكن يكون ظاهري او خفي. وبنشوف كيم قاعد عند خيمه وقدامه نار وبيفكر في المراحل اللي مر بيها من بدايه البرنامج التعليمي. وبنلاقيه بيقول المرحله الاولى كانت سيرك الجحيم والمرحله الثانيه كانت معركه اسبوع مع عفاريت والمرحله الثالثه كانت مع زعيم الغركه بعد 10 ساعات من الزحفه والمرحله الرابعه كانت مشروع جماعي من الجحيم لمده شهر. وبيقول هو بيبتسم اخيرا هعرف استمتع شويه بمرحله حلوه ولكنه ما كانش يعرف اللي مستنيه. وبيحط ايده على بقه وبيقول المفروض اتحكم اكتر في تعبيرات وشي لان اللي هيتعرف على الشيطانه هيستهدفه ولو عرفت اني عارف الموضوع ده هروح فيها. وبيقعد يفكر مع نفسه وبيقول بما انها شيطانه فهي اكيد كائن قوي قادر يتنكر في انسان وكمان جايز تكون شاطره في السحر. المفروض استخدم شخصيه غير لاعبه بدل ما اتسرع. وبما ان الشخصيه المذكوره غير لاعبه فممكن تقع بسهوله تحت تاثير الشيطانه فالافضل ان نستخدم الشخصيه المؤنثه وغير لاعبه. خلينا نفكر في الموضوع في وقت تاني. بعدها بنلاقي كيم بيفتح عينه وبيكون لسه صاحي من النوم وبيبص على السقف وبيقول انا حاسس اني شفت السقف ده قبل كده. وفجاه بيقوم وبيقول هو مصدوم ده مكتب يو وبيكون في 2 موظفين وبيقول واحد منهم انت صحيت اما التاني فبنلاقيه بيقول كنت لسه صحيح ايه ده الجيش وصل. فبيقول كيم هو متعصب اكيد عرفت اني عارف الموضوع وقتلتني لما نمت. وبيسمع صوت بيقول هو ايه اللي وصل ده. وبنشوف عربيات الجيش في الشارع وبيكونوا مسلحين وبيضربوا النار على العفاريت. وبيكون كيم بيشوف اللي بيحصل من المبنى وبيكونوا موظفين مبسوطين لان الجيش جه وانهم كده في امان وان اكيد عفاريت مش هتقدر تغلب قوه الاسلحه الناريه. اما كيم فبنلاقيه بيقول لسه الموضوع مخلص وبيقول لنفسه ايه الشعور اللي انا حاسس بيه ده. هو انا اللي حاسس ان في حاجه خطيره هتحصل. وبنشوف 2 من الجيش وهم في عربيه الجيش وبيضربوا في عفاريت. وطيب بيقول انا قلت لك دول مش هيخلصوا. فبيرد سونغ وبيقول له هو الجيش ما علمكش انك تفضل تتدرب. فبيرد طيب وبيقول له شكل الموضوع مش هينفع. فبيقول له سونغ هو مصدوم خليك مركز وكمل ضرب نار وخلينا نخلص. فبيقول له طيب هو متضايق هو اشمعنى ده يحصل قبل اجازتي المفروض الخبراء هم اللي كانوا يتعاملوا مش احنا. وبنشوف واحد تاني من الجيش بيضرب نار على عفريت ولكنه مش بيموت وبيضرب الظابط وبيقتله. وبيبص على العربيه وبيقول واحد منهم كل اللي هناك اتقتلوا وبيكونوا مصدومين وبيضربوا عليه نار بس للاسف مش بيموت وبيفضل مكمل وبيروح في اتجاههم. فبيقول واحد منهم سوق العربيه بسرعه ولكن عفريت بيهجم عليهم وبيضربهم والتلات عربيات بيخبطوا في بعض. وبلكن بيقول واللي بيكون متابع المشهد هنعمل ايه دلوقتي. وبنلاقي العفريت خلص على ضباط الجيش اللي كانوا في عربيه. وبنشوف الجندي تاي وسونغ وبيكون سونغ متعور وبيقول لتاي ايه اللي بيحصل ده الفرقه التالتة اتضربت. فبيقول سونغ راجل الاشاره بسرعه روح اطلب الدعم. وبيمسك راسه وبيكون بيتألم وبيقول ايه اللي حصل بس علشان يحصل كل ده والموضوع يبقى بالسوق ده. وبيطلع العفريت على العربيه بتاعتهم من قدام. فبيقول سونغ راجل الاشاره فين الدعم. فبيقول راجل الاشاره واللي بيكون مرمي على الارض قالوا هيبعتوا مدني يقدر على العفريت ده. فبيرد سونغ وبيقول له شخص واحد وكمان مدني بس العفريت بينط على العربيه بتاعتهم وكلهم بيكونوا مرعوبين. فبيحاول سونغ يضرب عليه نار وبيقول موت بقى ايه ده هو السلاح جاي يبوظ دلوقتي. والعفريت بيكون خلاص نازل على عربيتهم ولكن كيم بيضربه بحجر كبير وهو بيقع بعيد على الارض. فبيبص سونغ بصدمه وبيقول هو ايه اللي حصل بس كيم بيقول له انت كويس اكيد انت بتعدي بصعوبات كتير كجندي في الاوقات اللي زي دي. وبيبتسم بعدها. فبيكون سونغ مصدوم وبيرفع سلاحه عليه وبيقول ده وحش بس كيم بيرفع ايده وبيقول له شيل سلاحك بعيد هو انا مش باين عليا اني انسان ولا ايه. فبيرد سونغ وبيقول له انسان شخص. فبيكمل كيم وبيقول هو انت محتل الدرجه دي فبتسالني مرتين. فبيقول سونغ لنفسه هو الشخص ده متطوع شكله قوي قوي. فبيقف سونغ وبينحني قدام كيم وبيقول له انا اسف انا متوتر بس شويه. فبيقول
له كيم ولا يهمك، انا متفاهم الموضوع وانك يا دوب نجيت من موت. فبيشكروا سونغ عشان ساعدهم. فبيقول له كيم مالوش لزوم الشكر، ده واجبي. وبنشوف عفريت اللي بدا يسند على الارض عشان يقوم، بس كيم بيقول وهو بيبص عليه شكل الحقير ده تواصل معاه بصريا، لو الجيش كله اتقضى عليه كان زمان عفريت دول في شركه هيون دلوقتي. وقبل ما ينزل مع عربيه بيقول وهو ماسك سيفه خلينا نتعامل مع الموضوع ده. وهو بيقول لجون سونغ ما تضربش نار من سلاحك لانك لو سبته هتصيبنا انا كمان. وبالمناسبه انت عندك غاز مسيل للدموع؟ فبيرد سونغ وبيقول له معانا، احنا جبنا كل اسلحه التشغيليه تقريبا. فبيقول له كيم كويس، ارمي له واحده منهم. بعدها بينط كيم من العربيه. فبيقول له سونغ خد قناع غاز الاول. بس كيم بيقول له مش مشكله، اعمل بس اللي بقولك عليه بسرعه، مفيش وقت للشرح. وهو بيقول له وهو بيجري في اتجاه العفريت اتاكد ان ما يكونش فيه اي ضرب نار في طريقي، ولو عملت اي حاجه غلط هنبقى انتهينا. فبياكد له سونغ ان ده مش هيحصل، وبيقول بعدها لكل الاعضاء اللي معاه البسوا قناع غاز وخليكم مستعدين، اضربوا نار بس على الوحوش اللي تقرب مننا وما تضربوش نار خالص وسط الشارع. وهيون بتشوف كل ده من مقر الشركه وبتكون خايفه على كيم. وبعدها بنلاقي كيم بيقول لعفريت ابتدينا، انا اسف بس انا متضايق جدا من فصلتك. وبنشوف جندي بيرمي قنبله مسيله للدموع في اتجاه العفريت وكيم، وبيبدا الغاز ينتشر والدموع بتنزل من عيون عفريت، وكيم بيبدا يعطس وبيقول والدموع بتسيل من عيونه. هنا بيبداوا يعانوا لما يرتبكوا، وبيمسك سيفه وبيروح على عفريت وبيقول جسمك بيرد الرصاص بعيد، هي دي المره الاولى اللي بتعني فيها من الم زي ده، قدرتك على تحمل الم عاليه جدا بس انا متعود على الالم اكتر. وهو بيديله بالسيف ولكن عفريت بيصد السلاح وهو بيقع بعيد، بس كيم بيروح وبيجيب السيف تاني وبيقول ده طلع مش سهل. اما سونغ فبيكون متابع ومتوتر من اللي بيحصل وبيقول هو لسه عفريت فايق وما حصلوش حاجه، هو اللي بيحصل ده. وبنشوف واحد وراه لابس قناع وماسك سيفين وبيقول كنت فاكر ان المفروض انا الدعم الوحيد هنا. وبنشوف كيم اللي بيعدل لبسه وماسك سيفه وبص على عفريت وبيقول لنفسه الغبي ده، انا كنت متوقع ده بس ما توقعتش ابدا انه هيسبب اضرار زي دي. لو الموضوع استمر كده فقدرتي على التحمل هتقل. هو انا المفروض البس جهاز مفاصل ولا ايه؟ انا الحاجه الوحيده اللي اعرفها هي القطع وبس. وهو بيسمع كيم صوت حد بيقول له من فضلك اعذرني لحظه. وهو بيكون الدعم اللي جه من شويه واللي بنعرف ان اسمه سون. هو بيلاقيه بيضرب العفريت بسيفه، فبيقول كيم لنفسه ده سريع، هو مين ده؟ اما سون فبيقول لنفسه ايه ده جسمه مش بيتاثر، ده كاني بستخدم سكينه عشان اقطع صخره. وبيقول بصوت عالي مهما كان ده مجرد رئيس زنزانه من رباف، وبما ان دفاعه قوي كده فاكيد عنده نقاط ضعف ثانيه. فبيستغرب كيم وبيقول زنزانه من رباف؟ شكلك عارف معلومات كتير، انا ما اعرفش انت مين بس انا فاهم. وهو بيجري في اتجاه العفريت وبيقول لسون عندك اي افكار حلوه؟ وبنلاقيه بيقول لسون وهما الاثنين بيضربوا عفريت قوتي البدنيه مش قويه قوي، احتمال كده قدرتي على التحمل تخلص. فبيقول لسون انا عارف ده من ساعه ما شفتك. فبيساله كيم وهو بيضرب عفريت بسيفه ايه بقى بتعمل ايه بقى لما قوتك تخلص؟ فبيرد بعد ما ضرب العفريت بسيفه ده مش بيأثر، عايز سلاح حلو. وهو بيبص جنبه وبيشوف حربه فبيجري وبياخدها. وبنلاقي سون بيقول لكيم انا سريع بس لحد دلوقتي ما عنديش القدره اللي اضرب بيها الضربه القاضيه، من فضلك اهجم على المنطقه هيبقى عنده وانا هعيق تحركاته. وبيجي سون وهو ماسك حربه وبيقول لنفسه الوضع صعب وهو بيدافع عن نفسه كويس، المفروض اهجم فين دلوقتي؟ من ورا احسن؟ الجلد ضعيف في المنطقه دي ولا ايه؟ وهو بيضرب حربه في طيبه قلبه. وبعدها بنلاقيه بيقول بطريقه ما هو صعبان عليا. المهم بعدها بنشوف كيم وهو رافع العفريت بحربه مكان ما ضربه وبيوقعه على الارض. وهو بيهجم عليه مره ثانيه وبيقول اكيد جسمه مش هيبقى عند الصخره عند بقه ولا ايه؟ وهو بيضربه بكل قوه بالحربه في بقه وبنشوف الدم في كل مكان. وسون بيكون واقف منبهر باللي بيحصل وبيقول لنفسه ده قوي جدا، منين جه شخص ماهر كده؟ هو منتسب ولا ايه؟ وهو بيشوف كيم حاجه صفرة ورا راس عفريت وهو بيقول لنفسه ايه ده؟ وهو بتظهر شاشه النظام وهو بيكون مكتوب فيها لا يمكن التحقق من معلومات عنصر بما ان البرنامج التعليمي ما زال مستمر. فبيقول كيم لنفسه انا مش عارف هو بيستخدم في ايه بس انا هخليه معايا دلوقتي، للاسف مفيش مكان في المخزن، يا رب يخلص البرنامج التعليمي الزفت ده بسرعه. ولكن ميليسون بيقول له وهو بيقرب منه بعد اذنك هو المفروض ده، بس كيم بيكون في عالم موازي وهو بيقول لنفسه هي العناصر المفروض تتوزع ولا ايه؟ بس هو اتدخل في النص، انا اللي بنسبه كبيره وقعت العفريت وخلصت عليه، خلينا نهرب. وبعدها بنلاقيه بيقول لسون وهو بيجري في حاجه ضروري لازم اخلصها فعشان كده همشي، الحربه الحلوه دي بقت دلوقتي بتاعتك. فبيرد سون وبيقول له انت بتقول ايه؟ استنى. بس كيم بيودعه وبيجري فبيقول سون ده اختفى وبيقلع القناع اللي كان لابسه وبيقول هو حاطط السيف عند راسه، ايه نوع الاشخاص دي؟ المهم بعدها بنلاقي كيم بيقول بعدها سند عفريت بكام ساعه مع وقت غروب كانت الدنيا هديت وعدينا بشوارع كانها انقاض من فيلم كوارث او عند اخواتنا عشان عندهم حيه او عند اخواتنا في السودان. خلي بالكم اللي ما يعرفش بيحصل في السودان ما يعرفش شيء، وتحيه كل اخواتنا في السودان. المهم بيكمل كيم وبيقول قدرنا نرجع بيتنا انا وهيون بالليل. وبنلاقي هيون بتقول لكيم وهي بتبص على البيت اللي كان متبهدل هو انت خرجت من البيت من غير ما تقفل الباب؟ فبيقول لها كيم شكلي كده. فبتتعصب هيون وبتقول له انا غبيه عشان فكرتك هتعقل، خلينا ننضف وبعدين ناكل، مش عارفه هنلاقي حاجه ناكلها ولا لا. فبيوافق كيم وفعلا بنلاقي هيون حضرت الاكله وبيكون كيم وهيون على السفره وبياكلوا وبتصدم هيون وهي باصه في الموبايل وبتقول ايه اللي انا شايفاه ده، وبتوري كيم التليفون وبنلاقي كيم نزل له فيديو على اليوتيوب وهو
بيضرب عفريت. فبيمسك كيم الموبايل وهو مصدوم وبنلاقيه بيقول ده انا. فبتقول له هيون شكل حد صور اللي حصل في الشارع وفي الشركه امبارح. فبيشوف كيم تعليقات الناس واللي بيكون محتواها المدح والانبساط بقوه كيم وانه قدر يقتل كم كبير لوحده. فبيكون كيم مبسوط جدا باللي حصل. بس هيون بتقول له وشك ده. فبيقول لها كيم مال وشي؟ انت ليه دايما بتتنمري على وش الوسيم؟ وفي اللحظه دي عينه بتقع على تعليق من وشه وانه كانه وش حد شرير وحد بيلفت تعليق برضه. ده انا لو شفته في مره هيغمى عليا. فبيلاقي بيقول هو وحش بجد للدرجه دي ولا ايه؟ فبتاكد له هيون وبتقول له هو كده فعلا وعشان كده بقول لك بصراحه. وبعدها بنلاقي كيم على سيره وهيون بتكون طالعه من الاوضه. فبيقول لها كيم استني في مشكله كبيره. فبتساله هيون وبتقول له في ايه؟ فبيقول لها كيم تقفل النور ولكن هيون بترفض. فبيترجاها كيم انا هقفلها بس عشان يومك كان صعب النهارده بس المره دي بس. وبتقول له وهي ماسكه فرشه سنانها ما تقعدش الصح بكره تمام انا تعبانه برضه. فبيقول لها كيم ما تلاقيش المرحله دي حلوه قوي بالنسبه لي وهشربك حاجه حلوه بكره. فبتقول له هيون ربع ثقتك دي مع اني مش متوقعه ده بس على العموم بتمنى لك التوفيق. وبعدها بنلاقي كيم بيقول وهو بص للسقف وهو بيفكر في سون الراجل ده قوي يا ترى كده خلص كام مرحله؟ المفروض مثلا اقصى حاجه يكون خلصها. المرحله الثانيه مش مهم افكر في كل ده كده انا خلاص هنهي المرحله الثانيه وبكده هبقى اقوى من اي حد. وبعدها بينام وهو بيفكر في الشيطانه الجميله اللي شافها امبارح في المرحله بتاعته مع انها تالته ولكنه بيكون متحمس علشان يقابلها تاني. وبعدها بنشوف كيم في مكان وبيكون مغمض عينه وبيقول خليني بقى اشوف حاجه حلوه حتى لو في البرنامج التعليمي. وبيفتح عينه وبيلاقي قدامه عفريت صغير. فبيلاقيه بيروح بيضربه يخرب بيتك خضتني. فبيقع العفريت بعيد من الضربه وبنلاقي كيم بيقول وهو بص حواليه هو ايه ده عفريت؟ وبتظهر له شاشه النظام واللي بيكون فيها شرط الانهاء غزو قبيله عفاريت الكهف وانهاء الزنزانه. شرط فشل هو الموت. وبنعرف ان عفاريت الكهف عندهم سماع ممتازه بسبب التطور ولكن رؤيتهم ضعيفه شويه. المهم بعدها بنلاقي عفاريت كتير حوالين كيم. فبنلاقيه بيقول يعني جاي تقول لي سماعهم قوي دلوقتي؟ وهو بيقرب العفاريت من كيم واللي بيقوله هو متضايق هو ليه محتوى البرنامج التعليمي اتغير. وبنشوف مبنى بيكون في صوت جاي منه وبنشوف واحد مضروب في وشه وبيجيب دم وواحد تاني واقع على الارض وسون بيكون هو اللي ضربهم. فبنلاقي الشخص اللي ضرب بيقول له ليه كده؟ فبيقول له سون ازاي يعني الشخص لسه ما شاركش في البرنامج التعليمي يبقى اقوى من واحد يقدر يستخدم القدرات؟ ايه الفايده انك تبقى اقوى لو مش عارف تقاتل ازاي؟ وبيبتسم وبيكمل وبيقول انا محظوظ شكلي فيها اشياء كتير من مستخدمين القدرات. وبتبدا المرحله التعليميه 5 الجوله الثالثه وبتظهر شاشه النظام وبنعرف ان شرط الانتهاء هو هزيمه الشبيه. الوحش بيستخبى بين الناس وبياكل البشر كل يوم وحاله الفشل هي الموت. فبيقول كيم لنفسه وحش بياكل البشر كل يوم انا على كده بقى لازم الاقي الشبيه واقتله مش كده؟ وبنشوف ناس كتير حوالين كيم. فبيقول كيم لنفسه هو مش ده كان شبه ان الشيطان في الجوله الاولى كلها كده لعبه مافيا لازم استخدم الحكمه عشان اخلص الموضوع. فبيتعصب كيم وبيزعق وبنلاقي الناس كلها بيبصوا عليه. فبيكح كيم وبيقول لهم من دلوقتي ورايح اي حد هيتحرك هيكون هو المذنب. وبيكون نسي ان في لعبه المافيا الاشخاص اللي بتتكلم كتير بيموتوا الاول. وبيصحى من نومه وبيقول لنفسه لو فكرت مع نفسي فانا ما فزتش ولا مره في لعبه مافيا مش كده؟ عمري ما توقعت ده واني هكرر نفس الفشل لاكتر من شهر ونص. وبيمسك راسه وبيقول لازم اقوم اكل حاجه. وبعدها بنلاقي كيم بيقول لهيون عامله ايه يا هيون؟ وبيظبط نضارته وبيكون ماسك كتابه وبيقول لها اخوك الكبير اتولد من جديد بذكاء. فبترد هيون بعصبيه وبتقول له ايه القرف ده؟ ايه الهبل اللي المفروض اتعامل معاه ده بعد ما سبت الشغل على طول؟ فبيرد كيم وبيقول لها حاولت اغير من شكلي عشان كمان اغير نفسي من جوه. وبيقول بعصبيه وصوت عالي عدى 53 يوم 53 يوم مت فيهم 53 مره في المرحله الخامسه الزفت دي انا لازم اعمل حاجه مش كده؟ بيقولوا لازم استخدم الحكمه عشان انجح وكل مره المحتوى بيتغير حتى لو عضو عنده ذكاء خارق مش يقدر يحلها. فبتقول له هيون ده احنا لو زرعنا لك دماغ تانية هتبقى اسرع من انك تبقى ذكي. وبتروح عند الباب وبتقول انت بتقول نفس الكلام كل مره لو عندك فلوس تشتري بدله يبقى استخدمها احسن علشان تعزل صوت الاوضه بتاعتك. وبعدها بنروح للمرحله الخامسه وبعدها بيظهر اشعار بيقول المرحله الخامسه اثبتت حكمتك اللي تقدر تغلب على اي صعوبات. وبنشوف كيم في كهف وبيقول هي زي زنزانه ولا ايه؟ وبيبص على شاشه النظام وبيقول ايه نوع المهمات الزفت اللي عملوها لي المره دي؟ وبنشوف شاشه النظام واللي بيكون مكتوب فيها شرط الانتهاء انهاء الزنزانه بمستوى اف ترانكس وحاله الفشل هي الموت. وبنعرف ان ترانكس ده هو وحش باصق ولازم يلاقي نقطه ضعف عشان يخلص عليه. وبنشوف وحش الضخمه. فبيقول كيم هي زي شوط حلوه ومباشره كده. وبيبتدي يقرب من الوحش وبيقول اخيرا لقيت حل. وبيبتدي الوحش يبصق عليه ماده غريبه. فبيقول كيم هو ايه ده؟ هي العناكب بتتف سم؟ وبيبص على ايده وبيقول هي ايدي اتسممت ولا ايه؟ وبيمسك السيف في ايده وبنشوف ايده عليها دم. وبينزل تحت الوحش وبيضربه وبيقول ايه توجع شويه. وبيظهر له اشعار من النظام عليها نقط ضعف ترانكس. وبيمشي كده مع التعليمات وبيقدر يقتل الوحش. وبعدها بيقول هو مبسوط ويدم الوحش على جسمه. واخيرا يبقى نقطه الضعف هي الحل مش مهم بما اني بقتلهم كده وبدل ما ادور على المفتاح اكسره على طول واخلص عليه اسهل. وبعدها بنشوف اشعار وبنعرف ان كيم خلص المرحله الخامسه وكمان كسب قوه العملاق بتصنيف بي كمكافاه على التصفيه. وبنعرف ان قوه العملاق بتصنيف بي بتعزز العضو
العضلات باستخدام القوه السحريه، وبتزود القوه 12 مره لمده 10 دقائق، وبتظهر نافذه حاله وبيكون مكتوب فيها الاسم كيم، اللقب الثابت، المستوى 25، القوه 20 زائد 1، والرشاقه 19 زائد 1، والتحمل 19 زائد 1، والسحر برضه 19 زائد 1، والقدرات المبارزه المتوسطه بتصنيف دي، ومهاره الدراع الاساسيه بتصنيف اف، ومهاره زي الاسد من غضب بتصنيف سي، والتيد الجسد المتوسط بتصنيف بي، والقطع نصفين بتصنيف اي، والقوت العملاق بتصنيف بي. وبنروح لمبنى وبنشوف واحد ماسك راسه بايده وماسك التليفون بايده الثانيه، وبنعرف ان اسمه جون، وبنلاقيه بيقول انا تعبان من البرنامج التعليمي الزفت ده، فبيرد على واحد، واللي بنعرف ان اسمه بونغ، وبنلاقيه بيقول له صح انت بقى عندك 18 سنه دلوقتي، قول لي مرحلتك الاولى كانت عامله ازاي؟ فبيرد جون وبيقول له الموضوع طلع وحش قوي زي ما كانوا بيقولوا، بس انا قدرت امسح الزنزانه، المشكله في اللي هيقابلني بعدين، مفيش حاجه كويسه بعد المرحله 5 وطالع. فبيرد بونغ وبيقول له ان مجرد ما تعدي المرحله الرابعه فانت من ضمن افضل 1%. فبيقول له جون شكلهم كده بيحفظوا المعلومات المهمه تحت حراسه مشدده بينهم. لحظه، في تحديث جديد بيقول ان في شخص خلص المرحله 7 امبارح وهيبدا بتحدي المرحله 8. فبيقول له بونغ انت بتهزر؟ فبيكمل جون وهو باص في الموبايل وبيقول موضوع المرحله الرابعه هو القياده، وانك تخلي كل اعضاء حزبه يخضعوا من خلال القوه، وموضوع مرحله 5 هي الحكمه والعضلات من اعلى اشكال الحكمه عشان تزود قوتك. اما مرحله 6 فهي تدمير كل الاعداء والحلفاء بجحود، والمرحله 7 هي التفاؤل وتدمير الاعداء بس. وبنشوف في تعليقات انهم مكدبين ان في حد عدى المرحله 6. فبنشوف كيم متعصب وبيقول شويه اغبياء دول، وبنعرف ان كيم هو الشخص اللي عدى المرحله 6 و7. فبتقول له هيون انت ليه بتصرخ وبتعمل دوشه؟ فبيقول لها كيم بصي شاركت معاهم استراتيجيه البرنامج التعليمي ولكنهم مش مصدقيني. فبتقول له هيون وهي طالعه فضولك ده هيجيبك ورا، بس كيم بيقول لها وهو عند حيطه استنى عليا بس، اول لما اخلص المرحله الثامنه هبقى خريج التعليم الثالث في كوريا الجنوبيه، وهبقى في نفس مستوى هان زعيم نقابه دانجوان او دوانغ رئيس تحالف مستخدمين القدرات. فبتبص عليهم بابتسامه وبتقول له نفس مستوى ايه؟ انت ازاي تقارن نفسك بعباقرة زي دول خلصوا سلسله مره واحده وانت خدت اكتر من 4 شهور عشان تخلصها؟ فبيرد سونو بيقول لها اسكتي انا خلصت المرحله 6 و7 في نفس الوقت. وبالليل بيشوف شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها مرحب بيك في البرنامج التعليمي يا كيم، اكملت المرحله التعليميه ال7، هل ترغب في الدخول للمرحله الثامنه والاخيره؟ وبياخد كيم سلاح من الدرجه بي واللي بيكون سيف بالغان الطويل كمكافاه علشان خلص المرحله 6. وبنعرف من شاشه النظام ان سيف بالغان الطويل متانته 500 من 500، وانه سيف طويل كان معاه مرتزقه بالجان واللي عمل نفسه اسمه في ساحه المعركه لمده 30 سنه، وهو كان مجرد سيف طويل وصناعته كويسه ولكنه امتص دم بالجان وبقى مشبع بهاله شريره. وكمان كيم خد درع رونالدو كجائزه المرحله 7، وبنعرف ان متانته 500 من 500 وانه درع لبس رونالدو طول حياته واللي كان فارس متجول لمملكه الويس، وبيقدر الدرع ده انه يصلح الاجزاء التالفه لو اتدمرت، وقدرته بمعنى صح قدره الاصلاح الذاتي. فبيقول كيم لنفسه انا لو خلصت المرحله الثامنه اقدر استخدمه من خلال المخزن، وانا محتاج اعرف العنصر اللي خدته لما قتلت العفريت برضه. وبيقول بتركيز انا عارف اني مش هقدر اخلص الزنزانه مره واحده، بس برضه ده مش بياخد مني اكتر من اسبوع. وبنشوف في شاشه النظام ان المرحله الثامنه بدات، وبيظهر اشعار بيكون مكتوب فيه ايه هي قناعاتك؟ فبيقول كيم قناعات، وبيقعد يفكر شويه بس فجاه المكان حواليه اتغير. فبنلاقيه بيقول هو اللي بيحصل ده، وبيبص فوق وبيقول فين الفضاء، وبيبص لتحت وفجاه بيصرخ وبيقع وبيفتح عينه وبينفسه في مكان وحواليه ناس كتير، وبيشوف بنت وبتعدي من خلاله وكانه مش موجود. فبيقول كيم لنفسه هي عدت مني دلوقتي، هو انا مش موجود بالنسبه لهم ولا ايه؟ هي دي ارض؟ وبيبص قدامه وبيلاقي واحده ماشيين، فبيكمل وبيقول ايه ده هم مش بشر؟ وبيبص على الباقيين وبيكون اجسامهم زي البشر بس شكلهم مش زي البشر. وبيبص كيم على حد تاني وبيقول لنفسه ده تواصل معاه بصريا، هو بيبص عليا بتركيز كده ليه؟ هو قادر يشوفني؟ وبيركز كيم معاه وبيقول لنفسه لا هم مش بيبصوا عليا. وبيشوف كيم وحوش كتير ضخمه ماشيين في كل مكان، فبيقول لنفسه في وحوش شفتها قبل كده ووحوش عمري ما شفتها في حياتي، ده مستوى مختلف تماما بمقارنه بالزنزانه اللي كنت فيها من شهرين. ده كانه مشهد لنهايه العالم. وبيظهر له شاشه النظام وبيكون مكتوب الوقت متبقي حتى الاكتمال ببعد هاكن 4 سنين و278 يوم و23 ساعه و32 دقيقه و24 ثانيه. فبنلاقي كيم بيقول هي دي هتكون شكل الارض بعد 5 سنين من دلوقتي. وبيبص كيم على الارض وبيشوف ظل وبيبص وراه وبيلاقي وحش ضخم جدا واطول من المباني بكتير، وبيمسك النسور اللي في السماء وبيعدي على كيم واللي بيكون حاطط ايديه قدام وشه، وبيشوف كيم ضوء شديد وبيكون مخبي عينه وبيقول لنفسه هو ايه ده كمان وحش برضه؟ فواحد بيساله بيقول له قول لي بقى شعورك كان ايه؟ وبيخليه ينزل قدامه وبيكون حوالين الشخص ده هاله ضوئيه. فبيساله كيم وبيقول له انت مين؟ فبيقول له الشخص بكل بساطه انا من مشرفين الابعاد، والمرحله دي عباره عن مقابله شخصيه معايا، فما تترددش انك تسالني عن اي حاجه عندك فضول فيها، ده وقت ثمين بالنسبه لي فاسالني براحتك. فبيقول له كيم ايه اللي انا شفته من شويه ده؟ هي الارض هتبقى كده بعد 5 سنين؟ فبيرد مشرف الابعاد وبيقول له ده بيعتمد على اللي انتوا هتعملوه
تعملوه من دلوقتي. بس كيم ما بيكونش فاهم، وبنلاقيه بيقول له لو انت كان قوي وقف كل اللي بيحصل ده وخلاص. فبيرد مشرف في الابعاد وبيقول له زي ما قلت لك انا مجرد مشرف مش حارس، انا بحافظ على التوازن بس، نافذت حاله والنظام التعليمي اللي اديته لكم ده اللي اقدر اعمله. اقدر اسالك سؤال؟ فبيقول له كيم تقدر اكيد. فبيساله مشرف الابعاد وبيقول له ايه هي القناعات اللي بتحركك واللي انت عايش لحد دلوقتي؟ فبيرد كيم وبيقول له ايه السؤال العميق ده؟ انت ليه بتسالني السؤال ده؟ فبيقول له مشرف بعد مراقبه البشر من اللي حصل بقيت تقدر تقول فضولي، كل كائنات حيه مثير للاهتمام بالذات البشر. فبيقول كيم بابتسامه شكلك ما راقبتش كويس على الف الدايره بتاعتي، ما حدش بيعيش حياته يفكر كده، احنا بنكافح عشان نكون مبسوطين شويه من ساعه ما نتولد، احنا بنعيش اليوم بيومه. فبيساله مشرف وبيقول له هو انت عندك حاجه حابب تحميها يا كيم؟ فبيرد كيم وبيقول له اختي صغيره وبابا وماما اكيد لازم احمي عيلتي. فبيقول له مشرف فكرت تبقى بطل قبل كده؟ فبيقول له كيم بعد ما مت اكتر من مره انا بقيت عارف مكانتي كويس، نوع الشغل ده حلو بس متعب وما يناسبنيش. فبيقول له مشرف من اللي شفته بالنسبه للابطال فبيكون عندهم موهبه طبيعيه، لكن انت يا كيم تقريبا ما عندكش موهبه، بس انا شخصيا من معجبينك انك تدخل البرنامج التعليمي وانت ما عندكش اي فكره عن المرح والاثاره اللي حسيت بيهم. فبيقول كيم لنفسه هو ده اسمه مرح؟ ايه المشرف ده؟ هو ده هيكون مستقبل الارض؟ وبيسال كيم مشرف عن المرحله الخامسه الخاصه بالحكمه، وهل المفروض كل مره تتغير المهمه فيها؟ فبيقول له مشرف الوقت خلص، اتبسطت معاك يا سيد كيم. وبيظهر لكيم شاشه النظام وبيتعرفوا انه خلص المرحله الثامنه، وبيقول المشرف لكيم البرنامج التعليمي مجرد واجهه وفي محن اكتر مستنياك، وسواء كنت حابب ده ولا لا فانا واثق انك هتكون البطل اللي هينقذ العالم. وبيكون المشرف ماشي وكيم مش بيكون مستحمل قوه الضوء وبيقول له يعني انت اللي عملت ده في المرحله الخامسه؟ فبيقول له مشرف مبروك التخرج من البرنامج التعليمي يا كيم. وبيمشي بعدها وبنشوف شاشه النظام وبيكون مكتوبه انت الشخص رقم 62 اللي اتخرج من البرنامج التعليمي وحصلت على لقب خريجي البرنامج التعليمي. وبيقول كيم لنفسه زي ما توقعت اللي حصل في المرحله الخامسه كان بسببك. وبيصرخ كيم وبيقوم من نومه وبيكون في بقه حاجه بيضه منعانه يصرخ، فبيشيلها وبيقول هو ايه ده؟ فبتقول له يو، واللي بتكون قاعده على الكرسي اللي جنبه انت صحيت؟ اصلي توقعت انك تصرخ فقلت اقفل بقك قبلها. فبيقول لها كيم تقومي حاطه في بق اشرب؟ فبترد يو بتقول له عشان تاني مره تصحى بهدوء بدل ما تتعصب، ومن شكل وشك حاسه انك خسرت تاني صح؟ هتاخد وقت ايه المره دي عشان تنجح؟ فبيظهر كيم نفسها حاله وبتبص عليها يو وبيقول لها كيم بابتسامه شايفه قوه اخوكي دلوقتي؟ انا بقيت شخص جامد دلوقتي. فبتقول له يو حلو روح بقى جمع فلوس جهز لك الفطار النهارده كان مكافاه ليك. فبيقول لها كيم طب على الاقل هنيني يلا ما عندكيش قلب، انا عرفت ليه ما اتخطبتيش لحد النهارده. فبتدي له يو بالمعلقه بتاعه المطبخ في وشه وبتطلع من البيت. اما كيم فبيكون بيشوف نفسه حاله بتاعته وهو بيقول ايه اللقب اللي خدته بعد ما خلصت 8 مراحل، وبيظهر له في نفسه حاله متخرج من البرج التعليمي، هو لقب يمنح للي خلصوا مراحل الثمانيه كلهم، وده بيخلي كل الصفات تزيد الضعف. فبيقول كيم مش التاثير واو للدرجه يعني ممكن ما تراكموش الالقاب، وبتظهر نفسه حاله وبنعرف منها ان اللقب الصلب زائد 1 الضعف، والمستوى 28، والقوه 21 زائد 2، والرشاقه 19 زائد 2. وهو بيظهر على شاشه النظام انه باستثناء اللقاء كل التاثيرات الثانيه هتتطبق بنسبه 50%. فبيقول كيم زي ما توقعت لازم اطبق لقب المتخرج من البرنامج التعليمي، وبيقول هو مبتسم وبيحط ايده على الصندوق اللي جنبه انا كنت مستني اللحظه دي. وهو بيفتح الصندوق وبيلاقي فيه كتابه وبيقوم قايل هو ده العنصر اللي خدته بعد ما هزمت العفريت، وبيطلع الكتاب وبيمسكه وبيقول خلينا نشوف طبعته. وبتظهر شاشه النظام وبتعرفنا انه الانفجار السحري من المستوى اي، والوصف كتاب مهارات بيسمح بتعلم مهاره الانفجار السحري، والقدره اطلاق قوه سحريه بقوه متفجره. فبيقول كيم كتاب مهارات وبيحط كيم الكتاب على راسه وبيرفع ايده بالكتاب وبيكون مبسوط جدا. وبتظهر شاشه النظام واللي بيكون مكتوب فيها حابب تتعلم مهاره الانفجار السحري من المستوى اي، وبيكسب كيم المهاره فعلا وبيدرك في الكتابه بالمهاره السحريه اللي عنده، وبيقوم قايل حلو قوي كده ظبطت الدنيا دلوقتي بعد ما خلصت لازم ابعت طلب. وبنروح لمدرسه تدريب قوات المستيقظين وبنشوف واحده اسمها ان بتعرف نفسها وبتقول انا اسمي ان موظفه عامه ومهمتي اولى هي في مدرسه تدريب قدرات المستيقظين، واللي المفروض اللي خلصوا البرنامج التعليمي واتخرجوا يجوا عشان ياخدوا وثيقه بيقولوا ان نظام التدريب في بلدنا لقدرات المستيقظين اتطور بسرعه وبقى واحد من افضل الانظمه في العالم. هم ممكن يكونوا مبتدئين بس هم ابطال المستقبل مش مراقبه بدايه رحلتهم. حاجه حلوه ولا انا اللي حسيت كده من كام ساعه بس. وبيشوف ناس كتير واقفين في طوابير وبيسمعوها وبتكون ماسكه ورقه في ايديها وبتعيط وبتقول اعذريني، وبيشوف كيم واقف قدامها وبتطلب منه بطاقه هويته وبتشوفها وبتبص على صورته في البطاقه وعليه وبتحط الورقه قدام وشه، والناس بيكونوا مستغربين اللي بيحصل. وبنلاقي موظفه بتقول له انت ليه بتعمل كده؟ فبيقول لها كيم هو ايه اللي حصل؟ والناس بيبداوا يتكلموا وبنلاقي واحد بيقول لواحده هو خلاها تعيط، والناس بيفتكروا ان كيم كان اكس بتاعها ولا حاجه. وبنشوف واحد بيصلي اللي بيحصل فبيقول لها كيم اهدي بس انا ما عملتش اي حاجه. وبيسمع من حد بيقول هو في مشكله هنا ولا ايه؟ فبيبص كيم على مصدر الصوت وبنشوف واحد واللي بيكون اسمه يونغا وبنلاقيه بيقول هو الموضوع بطيء كده ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ وبيبص على كيم وبيحس انه يعرفه. اما كيم فبيقول لنفسه ايه الصوت ده مش غريب عليا
عليا. فبيقول يونغ الان وريني بطاقتك كده. فبيديله ان وبيبص يونغ على البطاقه وبيقول كيم شكلك مختلف خالص عن صورتك. فبيرد سونغ وبيقول له شكلي اتغير بسبب المهارات، ولكن ده انا، ولو مش مصدقني تقدر تعمل لي اختبار بصمات او اختبار حمض نووي. فبيقول له يونغ انت وصلت في البرنامج التعليمي لمرحله 5. فبيأكد كيم على كلامه وبيقول لنفسه قللت مستوايا علشان ما اجذبش الانتباه. فبيقول يونغ بانبهار مستواك 12 ده رقم عالي، هو انت دخلت الزنزانه بطريقه مش قانونيه ولا ايه؟ فبيقول هيون لنفسه يعني مقلل من مستوايا لاكتر من النص، وبيقول برضه عالي اما لو عارف اللي فيها. فبيرد كيم وبيقول دخلت كام مره قبل التقرير القانوني. فبيقول يونغ تمام، ايه قوه الراجل ده بقى؟ ايه اللي خلتها قدرتك الفريده؟ فبيقول له كيم دي بتضاعف القوه بشكل مؤقت. فبيشكر يونغ على تعاونه معاه، وبيكون كيم متضايق من اسئلته الكتيره، ولكن يونغ بيقول له في اختبارات ومهمات للصيادين وبياخدوا مهاره، وفي المرحله الرابعه بياخدوا اداء، اما المرحله 5 فمهاره تانية. انا لازم اشوف كل المكافآت دي دلوقتي. فبيرفع كيم التيشيرت بتاعه وبيقول له هي دي النهارده اللي خدتها بعد ما خلصت المرحله الثالثه. وبيقعد ايده جامد ويونغ بيكون متراقب، وبنشوف الدم على الارض، وبعدها الجرح بيبدا يلتئم. فبيقول يونغ وهو بيعدل نظارته عنده كمان مهاره الشفاء الذاتي. فبيرد هيون وبيقول بالنسبه للمرحله الرابعه فانا خدت الخاتم ده، وبيوريه الخاتم اللي في ايده وبيكمل وبيقول اما بالنسبه للمرحله 5 فحولت قوه العملاق لقوه الراجل كقدرتي الفريده، ودي مهاره بتسبب الخوف للاعداء بالصراخ. تحب اوريك؟ فبيقول يونغ يا ريت احب اشوف. وبنشوف واحد واقف في الطابور بيبص على يونغ وكيم، وبيقول لنفسه هو مش نفس الشخص اللي خلص على عفريت. وبيبدا كيم يصرخ والناس بيحطوا ايديهم على ودانهم من قوه الصوت اللي رج المكان، وكمان يونغ بيكون مصدوم. فبيقول له كيم بابتسامه وانتصار كفايه كده بالنسبه لك؟ فبيرد يونغ وبيقول له طبعا يا كيم، تقدر من فضلك تطلع للدور الاول دلوقتي في المبنى اللي جنبنا. وبيقول الشخص اللي كان متابع كيم ويونغ هو نفسه. المهم فبيلاقي كيم بيقول في الاول كانوا يمنعوني من الدخول لان شكلي كان مختلف عن اللي في البطاقه، بس بعد ما جذبت الانتباه بصراخ غاضب بقيت هنا. وبنشوف المتدربين مركزين مع كيم وبيسالوا عنه وبيتكلموا عن اللي حصل معانا. فبيقول هيون هو بياكل شكلي وحش في الموقف ده بالنسبه لهم. وبنشوف الشخص اللي كان في الطابور ومركز مع كيم. بس مهم بيدخل الاستاذ يونغ المدرج وبيقول شكرا لانتظاركم، انا استاذ يونغ اللي هدربكم فرع مدرسه التدريب استخدام القدرات في سيونغ هام، مبسوط اني شفتكم. وبيسقفوا الطلاب وبيكمل يونغ وبيقول التدريب هيكون 10 ايام نظري الصبح وسيشن عملي بعد الظهر، وهنقدم لكم السكن والوجبات هنا لو مفيش اي مشاكل، فهتقدروا تنهوا الدوره بتاعتكم بامان وتاخدوا الشهايد. زي ما انتم عارفين عدى اكتر من نص سنه على تغير العالم، وكل يوم بنعرف معلومه جديده عن الوحوش والزنزانات، وعشان كده بنطور استراتيجيات للتعامل دايما. يعني اللي انتوا هتعملوه ده مش هيكون الصوره الكامله. فبيقول كيم وهو حاطط ايده على خدته من اولها كده بيحبطنا. فبيكمل استاذ يونغ وبيقول ممكن تكون في معلومات مش صح او معلومات ممكن تحسوا انها مش مفيده، بس اطمنوا هعلمكم حاجات اساسيه اللي هتحميكم وتنجيكم، وفي خلال 10 ايام الجايه هكون معاكم وهعلمكم بنفسي. وهنهي الحصه الاولى بكده، خدوا بقى بريك كده 10 دقائق علشان الحصه الثانيه هتبدا. وبيبدا البريك وبنشوف المتدربين وكل واحد بيعمل حاجه. وبيقول كيم وهو لسه قاعد في مكانه التدريب ده ممل ولا كانه تدريب جيش، هنقعد 10 ايام على كده. فبيبص كيم جنبه وبيلاقي حد مادد ايده ليه وبيكون طويل وضخم وبيقول له انا سو. فبيقول كيم لنفسه وماله خنزير ابو عضلات ده كمان، وبيسلم على كيم وبيعرفه بنفسه وبيضغط سو على ايد كيم جامد، وبيقول لنفسه واحد زي ده لازم اعرفه قيمته من الاول، انا بكرهه من ساعه الصريخ اللي عمله من غير سبب. وبيصدم ان كيم ما تاثرش، وبنعرف ان كيم فعل قوه العملاق واللي بتعزز عضلات باستخدام القوه السحريه، وبيزود القوه 12 مره لمده 10 دقائق. فبيقول سو بتوتر يعني انا قضيت حياتي كلها بتدرب عشان اكون قوي ويجي واحد زيه وما يتاثرش، والمتدربين بيكونوا شايفين اللي بيحصل. فبيقول سو نفسه ده كله بيتفرج علينا ما ينفعش اتراجع، شكلي هيكون وحش. وفجاه وشه بيحمر وعروقه كلها بتبان وبنشوف الدم في كل حته. فبيكون كيم مستغرب وبيجي الدم على المتدربين وبيصرخ سو وصوته بيسمع في المكان، وبنشوف عربيه اسعاف جايه وبنلاقي كيم بيصرخ وبيقول انا بقول الحقيقه ابو عضلات ده هو اللي جه الاول وسلم عليا، وفضل يتنفخ ويضخم لي في عضلاته وانفجر فجاه. فبيقول له استاذ يونغ واللي بيكون قاعد قدام كيم انت عايز نصدق اللي انت بتقوله ده؟ فبيرد كيم وبيقول له انا هتجنن بس دي حقيقه حتى لو ما كنتش مصدقني. من حسن حظي قدرتي الفريده اللي هي قوه العملاق زودت قوتي بمقدار ضعف ونص، ولو ما كانتش عندي كنت هتاذي، ولو ما كنتش مصدقني فتقدر تشوف كاميرات المراقبه. فبيقول له استاذ يونغ هو انت مش قلت ان قوتك الفريده هي قوه رجل وكان بتزود القوه بمقدار ضعفين مش ضعف ونص؟ فبيضحك كيم وبيقول انا ذاكرتي في الارقام مش قوي. فبين يونغ بيقول له تمام تقدر ترجع مكانك دلوقتي. فبيدخل كيم المدرج وبيقعد مكانه بيقول انا مرهق من اليوم الاول كده، وبيبص جنبه وبيشوف نفس الواد اللي كان متابعه وبيقول له ممكن اقعد جنبك؟ فبيقول له كيم اقعد مكان ما تحب. وبيقول لنفسه الاول كان خنزير ابو عضلات ودلوقتي بلطجي، بس بنلاقيه بيسلم عليه وبيقول له انا اسمي قلبص او بومب بقلص بقرا عجل دب برميل له. انا اسمي سيونغ. وبيعرفوا كيم عن نفسه. فبيكمل سيونغ وبيقول اقدر اناديك باخويا؟ انا بقى عندي 18 سنه وخلصت البرنامج التعليمي بتعلم بسرعه واتخرجت من الثانويه.
فبيقول كيم وبيقول له تقدر تتكلم معايا بدون رسميات، ولكن كيم بيقول لنفسه من شكله كده باين انه اكبر حد هنا. وهو بيسال سيونغ انت ازاي عملت كده مع الواد اللي عنده عضلات؟ مره واحده ايده انفجرت، انت كنت جاحد، دي مهاره دي ولا ايه؟ ولكن كيم بيقول لنفسه شكله كان مش طبيعي، وهو بيقوم قايل له انا هقول لك مش ده اللي حصل، ايده انفجرت لوحدها وانا ماليش دخله. وبعدها بيدخل الاستاذ يونغ وبيقول هنبدا حصه تانية، كل واحد يروح مكانه. وهو بيشغل البروجيكتور وبيقول عشان التاخير هركز على شرح الحاجات المهمه. الزنزانه بتتصنف لنوعين، زنزانات عاديه وزنزانات مش مكتمله. الزنزانات العاديه هي اللي منتشره اكتر في الغالب وبتتفتح بعد 4 اسابيع من ظهورها، وزي ما انتم عارفين من خبرتكم فتح الزنزانات بيشيل الظاهره وبتبدا وحوش تخرج منها. اما بقى الزنزانات اللي مش مكتمله دي فمش بنقدر نتنبأ هتفتح امتى، ممكن تفتح قبل او بعد ال4 اسابيع، فلازم دايما نخلي بالنا. طب ازاي بقى تقدروا تمنعوا الزنزانات من انها تفتح؟ في طريقتين. الطريقه الاولى اننا نصفي الزنزانه عن طريق اننا نستهدف القلب المركزي او القلب الرئيسي، والطريقه الثانيه اننا نزيل قلوب عاديه علشان ناخر فتح الزنزانه. بس لازم تخلوا بالكم من تدريب الهجوم على القلب. فبيسالوا واحد من الموجودين والكل بيبص عليه وبيكون ضخم هو كمان. المهم بنلاقيه بيقول في حاجه تانية ممكن نحتاجها واحنا بنتعامل مع الوحوش. انت فاكرني جيت هنا عشان اسمع محاضرات ملهاش اي لازمه زي دي؟ فبنلاقي كان بيقول يا دي حكايه العضلات النهارده انه ده مشكله. بس المدرس المساعد اللي واقف جنب الاستاذ يونغ بنلاقيه بيقول يا متدرب انت لو عملت يا مشاكل تاني هتتفصل. فبيحرك الاستاذ يونغ ايده وبيقول له مش مشكله يا متدرب انزل هنا. فبيقول له المتدرب عندك كبرياء بقى وكده، وهو بينزل وبيقول له نزلت اهو هتعمل ايه؟ فبيلف له الاستاذ يونغ من مكانه وهو بيقف قدامه وهو بيمسك موبايله وبيقول دقيقه من دلوقتي هتفادى قصاد هجماتك لمده دقيقه واحده، ولو لمست جسمي فخليك تتخرج فورا، ولكن ما لو فشلت هتفصل. موافق؟ وهو بيكون كيم وسيونغ مستغربين من عجرفه المتدرب وجراته. بس مهم بنلاقي المتدرب بيقول له انت فاكرني ايه؟ وهو بيطلع سيفه من خزنه وبيقول له انت واثق انك مش هتندم؟ فبيقول له استاذ المساعد استاذ يونغ ده سيف بجد فكر تاني. ولكن استاذ يونغ بيكمل في اللي بدأه وبيعدل نظارته وبيشاور على المتدرب وبيقول له تعالى لي. فبيقول له المتدرب لما نشوف اخرتها، وبيهجم على استاذ يونغ بسيفه. ولكن استاذ يونغ بيتفادى الضربه وبيقول له الهجمات القائمه على تحذير ملهاش لازمه، حتى لو هاجمت عليه من ورا عنصر المفاجاه اساسي في هجوم. وبيتعصب وبيحاول مره كمان وهو بيقول استاذ يونغ التحركات التحضيريه بتاعتك هي المشكله، الخصم مش هيستناك لما تهاجم. وبيلوح بسيفه مره ورا الثانيه علشان يلمس استاذ يونغ. واللي بنلاقيه بيقول له انك تلوح بسيف بس ده مش كفايه، لازم تكون قادر تراقب وتفهم ازاي خصمك بيتحرك من غير ما تفوت اي حاجه. فبيتعصب المتدرب وبيقول له اسكت بقى وبيهجم عليه كمان مره. ولكن كالعاده الاستاذ يونغ بيتفادى الضربه وبيقول له انك تهاجم بكل قوتك مش الاختيار الافضل عشان تقرب. هو بيخلي تحركاتك واسعه ولكن النتيجه هيبقى عندك اخطاء كبيره برضه. بس عارف ايه مهم؟ هو بيضربه الاستاذ يونغ برجله وبيوقع على الارض وكمان سيفه بيقع وبيقول له انك لو عملت كده هتتعب وهترهق نفسك بسرعه. وبيديله موبايله وبيقول له ايه الدقيقه خلصت وقتك خلص. والطلاب بيكونوا مصدومين. فبيقول كيم لنفسه وهو متابع اللي بيحصل انا شفت فيديو قبل كده لملاكم محترف بيتجنب اللكمات من شخص عادي، ولكن ان حد يقدر يعمل كده ضد شخص مؤهل دي حاجه اول مره اشوفها. هو ده الفرق بين البشر الخارقين. وهو بيكمل كيم وهو بيراجع احداث اللي حصل في دماغه، الرشاقه وسرعه ردة الفعل اللي عملها استاذ يونغ. ده حتى انا اللي رفعت احصائياتي ممكن الاقي صعوبه في اني اتتبع خطواته. انا لو واجهته في قتال يا ترى مين اللي هيفوز؟ وهو بيبص كيم جنبه على سيونغ وهو بيكون مبسوط وبيضحك ضحكه غريبه شويه. فبيقول هيون لنفسه ماله ده وايه تعبيرات وشه دي؟ هو مريض نفسي ولا ايه؟ شكلي كده ما كانش ينفع اخليه يقعد جنبي، مش عايز الناس يفكروني شبهه. هو بنروح بعدها مكان تاني وبنشوف الاستاذ يونغ مع المدرس المساعد هو اللي بنعرف ان اسمه موك، والمتدربين واقفين قدامهم. وبعدها بنلاقي الاستاذ يونغ بيقول منهج مدرسه تدريب المهارات نظري الصبح زي ما قلنا، والتدريب العملي على الظهر، والتدريب النهارده هو تدريب على تقنيه السلاح. يلا بالدور كل واحد يجي ياخد سلاح عشان يتدرب. اول حاجه تدربوا لوحدكم والمدرسين المساعدين هيصححوا الاخطاء. واتمنى تفهموا ان مش هيكون في مدرس مساعد لكل طالب عشان ما عندناش عدد كبير من المدرسين. هو بياخد كيم السيف وبنلاقيه بيقول ايه الملل ده؟ فبيقول سيونغ كيم تدريب مهارات الاسلحه ممل صح؟ ايه رايك نضرب سوا؟ فبيقول له كيم حلو جدا انت بتعرف تقتل بالسيف كويس؟ فبيقول لهم الاستاذ يونغ ممنوع تقتلوا سوا لحد يوم التدريب السادس. فبيدعي كيم وبيبتدي المتدربين يدربوا كل واحد لوحده بسيفه. بس كيم بيقول لنفسه وبيشوفهم هو ليه كل مستواهم كده؟ انا ما كنتش متوقع كتير بس متوسطين المستوى، مستواهم اقل مما توقعت. وهو بيمسك راسه وبيقول مش محتاج اتدرب خلينا نلوح بالسيف كده شويه عشان التمرين. وبيبدا يلوح بالسيف بتاعه بمهاره وبيبص عليه استاذ يونغ وبيسمع هنا حد بيقول له ما ينفعش تعمل كده يا متدرب. وبيبص جنبه وبيلاقي موك وبيكمل وبيقول له في الوقفه دي ضيق رجلك شويه واعدل كمان زود سيفك شكلك بتبها ولكن ده مش مفيد في التدريب. فبيقول كيم لنفسه هو الجدع ده بيقول ايه؟ بس موك بيكمل وبيقول هتشوف لما تدخل الزنزانه في المستقبل هيكون صعب تطبق مهارات السيف في القتال الحقيقي. فبيمسكوا كيم من القميص بتاعه بيقول له انت شاطر بقى على كده في القتال الحقيقي. فبيقول له موك تحب تشوف؟ فبيقطعهم استاذ يونغ وبيقول لحظه من وقتك يا استاذ موك وبيسقف بيده عشان باقي المتدربين يسمعوا. بيقول
بيقول اسمعوني كويس كلكم، من دلوقتي هيكون في قتال توضيحي بين المتدرب كيم والاستاذ المساعد موك. المدرس موك هيتبع الارشادات الممنوعه ليه، اما المتدرب كيم فيقعد يلوح بسيفه كده كالعاده، وليكم حق تبادل ضربه واحده. فبيستغرب موك وبيفرح كيم، وبيكمل استاذ يونغ وبيقول يلا ابداوا 1 2 3. فبيبدا كيم والاستاذ موك القتال، وبيهجموا على بعض وبتتصادم السيوف في بعض، وبيفضل القتال شغال. وفجاه كيم بيوقع سيف الاستاذ موك، وكمان موك بيقع على الارض. فبيقول الاستاذ يونغ مهاره الاسلحه اللي انتوا بتتعلموها دلوقتي بتحضركم للقتال الحقيقي، انتوا بتدربوا جسمكم عشان تعرفوا تردوا على الهجوم ازاي. وزي ما اظهر المتدربين ما تنسوش ان اهم حاجه تعرفوها تردوا ازاي في لحظتها، ما تفكروش ابدا ان اللي بتعلموه دلوقتي هو الاجابه الصح. سقفوا للاثنين على الشرح ممتاز، وبيكون كيم واقف بكل فخر وثقه، وبيمد الاستاذ يونغ ايده للاستاذ موك وبيقول له انا اسف يا استاذ موك اني خليتك تحط في الموقف ده. فبيرد موك وبيقول له ولا يهمك، انا اتعلمت كتير منك، انا كنت متفاجئ بس. فبيبص استاذ يونغ على كيم اللي بيكون مبسوط وبيقول انا بس كنت عايز اتاكد من حاجه. وبنشوف كتاب كيم كاتب فيها رحلته التدريبيه واللي حصل فيها. اليوم الاول الخنزير ابو عضلات اتقاتل معايا واديته درس عمره ما ينساه، وسيونغ بيتصرف معاه كويس بس شكله مجنون. الدروس النظريه ممله والتدريب العملي ما فادنيش كتير. اليوم التاني ما اختلفش كتير عن اول يوم، اتعلمنا الصبح شويه حاجات وبعد الظهر اتدربنا شويه على اسلحه، وسيونغ كالعاده كان متحمس. واليوم التالت ما حدش بيتكلم معايا غير سيونغ المريب ده، وبيستمر في التدريب، والمدرس المساعد بيقول تعليماته. اليوم الرابع انا حاسس بالاحباط، واليوم الخامس ملل حاسس اني عايز ارجع بيتي. اكيد منجليك زمان نزلت ملخصات جامده جدا، انا سمعت انها هتنزل ملخص صور كمان كام يوم. اما اليوم السادس وبنشوف كيم ساند راسه على الديسك وبيقول ايه الملل ده، ما تعمل لك مشكله. فبيرد سيونغ اللي جنبه وبيقول له انت مش قلت قبل كده نتصرف كويس عشان نكمل الدوره بهدوء؟ فبيقول له كيم مش مشكلتي لو اتطردت. فبيقول له سيونغ انت بتجرحني في وشي عادي كده، ما تقلقش النهارده اليوم السادس ومن دلوقتي هنقدر نحضر مبارزات بين اتنين بعد الظهر ولا ايه؟ حاسس كده ان في حاجه حلوه هتحصل، ده اللي حدس بيقوله لي. وبعد الظهر من اليوم السادس في النزالات التدريبيه بنشوف واحد بيفقد توازنه والسيف بيقع من ايده وبيقع على الارض، وبيكون قصاده كيم وهو اللي وقعه. المهم بنلاقي استاذ يونغ بيقول المتدرب كيم هو اللي فاز، المجموعه الثانيه تستعد من فضلكم، وبيرجع هم مكانه جنب سيونغ واللي بنلاقيه بيقول له انت جامد جدا في القتال، شفتك لما وقعت المدرس المساعد قبل كده برضه. فبيقول له كيم الخصم كان ضعيف بس مش اكتر، وبيقول لنفسه ازاي اوصف الموضوع، حسيت كانه لعب عيال. في الاغلب المستوى هنا مش عالي، انا ما اعرفش حد منهم موهوب ولا لا، بس الاشخاص متوسطين المستوى مش هيصفوا مراحل كتير. قالوا ان القتالات التدريبيه هتكمل اليوم الثامن وهيفضلوا بعدها مستمرين في الملل ده. وبنشوف قتال من اتنين تانيين، وبيهجم واحد من المتدربين على التاني بالسيف بتاعه، وبيكون السيف خلاص على وشك انه يدخل في وشه، ولكن المدرس يونغ بيتدخل على اخر لحظه وبيقول هنقف هنا، اللي فاز هو المتدرب تشانج. فبيقول كيم لنفسه وهو متابع اللي بيحصل انا لو كنت حابب ادخل في قتال فانا افضل ان اكون مع الاستاذ يونغ. اما الاستاذ يونغ بنلاقيه بيقول المجموعه اللي بعدها تستعد، وبيقوم صغر من مكانه وبيقول لكيم انا طالع، وبيبتسم ابتسامه مريبه، وبيطلع عند المدرس يونغ، وبيفتكر كيم لما سيونغ قال له انه حاسس ان في حاجه مسليه هتحصل. فبيقول كيم لنفسه بتمنى ما يعملش مشكله، حاسس بحاجه وحشه بس اكيد مش هتحصل حاجه بما ان المدرس يونغ هناك. اما المدرس يونغ بنلاقيه بيقول المتدربه الساحره يوري هتستخدم سلاحها الخاص بدل اسلحه تدريبيه، ده عشان هو افضل ليها بسبب نقط ضعف المسافه. في اي اعتراضات فبيعكس يونغ ان مفيش اي مشكله. فبيقول الاستاذ يونغ لسيونغ بس انا فاكر ان السلاح الرئيسي ليك كان سيف، ليه ماسك المطرقه دي دلوقتي؟ فبيقول له سيونغ مفيش قانون بيمنع من استخدام اسلحه جديده مش كده؟ فبيرد يونغ وبيقول له مش مشكله، ارجعوا انتوا الاثنين هعد الثلاثه وبعدها ابداوا. وبيعد الاستاذ يونغ، وبنشوف المتدربه يوري وهي ماسكه عصا سحريه وبتجهز ضربتها واللي بتروح لسيونغ. اما سيونغ فبنلاقيه بيجهز المطرقه بتاعته وبيصد الضربه وبيبتسم ابتسامته المعتاده، وكل المتدربين بيكونوا مبهورين. اما هيون فبيقول لنفسه ده اول مره اشوف فيها سحر في الواقع، يعني الواحد يقدر يتعلم السحر برضه بما انها اتعملت في البرنامج التعليمي، بس انا ليه ما شفتش ده في تدريب الاسلحه؟ هي بتضرب لوحدها وبنرجع ليوري وبتكون متضايقه لان سيونغ صد ضربتها وبتجهز عصا سحريه لضربه ثانيه. اما سيونغ فبيكون مستني وبيجهز المطرقه عشان يصد، وبيتوقع الضربه جايه منين وبيحرك مسار الضربه للاستاذ يونغ، ولكن الاستاذ يونغ بيتفاداها وبيجري سيونغ تحت صدمه الاستاذ يونغ، وبنلاقيه بيضرب المتدربه والدم بيبقى في كل مكان. فبيكون كم مصدوم اللي بيحصل قدامه، وبيرفع سيونغ ايده وبيكون جسمه غرقان بدم المتدربه وبيبتسم ببرود. فبيقول كيم الغبي ده طلع مجنون اكتر مما كنت متوقع، وبيبتسم موك بالاسعاف وبيقول في كسر في ايدها اليمين بسرعه من فضلكم. وبنشوف المدرس المساعد هنا عند المتدربه يوري وبيساعدها، وبيكون سيونغ واقف بكل برود اعصاب. فبيقول له استاذ يونغ وهو حاطط عليه السيف انت فاكر نفسك مين يا سونغ؟ فبيقول له سونغ وهو رافع ايده دي كانت غلطه، وطبيعي بتحصل حوادث زي دي في اي قتال، ولا انت رايك ايه؟ فبيرد يونغ وبيقول له وانت متوقع مني ان اصدق ده؟ فبيغمز له سيونغ وبيكون لسه هيتكلم معاه، ولكن رجاله الاسعاف بيجوا وبياخدوا يوري. بعدها
وبعدها بنلاقي الاستاذ يونغ بيقول هناخد استراحه 20 دقيقه، ارجعوا مكانكم قبل 3 العصر من فضلكم. وهو بيمشي وبيقول لسيونغ تعالى ورايا. اما كين فبيكون واقف وبيشوف اللي بيحصل، وهو بيبص على الخنجر اللي في ايد يونغ وهو بيقول هو مستغرب الخنجر ده، وهو بيفتكر الشخص اللي قتل مع ساعه عفريت وهو ماسك نفس الخنجر. ورغم الحادثه اللي حصلت مع المتدربه استمر تدريب القتال يومين كمان، وبنعرف ان سيونغ لسه ما اترفدش ولسه بيشارك في التدريب عادي، ولكنه صنف كشخص محط انتباه لان المدربين والمساعدين كانوا حذرين منه جدا. فبيقول كيم لنفسه انا بقيت ملاحظ ان الانتصارات في القتال بقت اكتر من العادي، وكمان عندهم معالج دايما مستعده. وبفضل ده اليوم الثامن عدى من غير اي حوادث كبيره، وبنروح لمكتب استاذ يونغ وبيروح له كيم وبيقول له استاذ يونغ التدريب خلاص قرب يخلص، ايه رايك نتقاتل بسيوف حقيقيه؟ ولكن استاذ يونغ بيبص له وبيسند بايده على راسه وبيقول له بعد التخرج يومين ما تقدرش تخليهم يعدوا بسلام كده، المجموعه دي كانت مرهقه بجد، وبعد اذنك ما تدخلش مكتب المدربين من غير ما تاخد ميعاد قبلها. فبيقول له هيون هي لعبه الاطفال دي مش ممله؟ انا محتاج اعرف يا استاذ يونغ انت مش بتحس بالملل والزهق؟ اكيد ده مش مكتب تشوف فيه الاوراق والحوارات دي بس ولا ايه؟ فبيقرب كيم منه وبيقول له وكمان شفنا بعض قبل كده فاكر؟ وبكده بيعرف استاذ يونغ ان كيم هو نفس الشخص اللي ساعده في اليوم اللي قتلوا فيه العفريت. وبنروح لمكانه ونشوف كيم ماسك سيفه وقصاده استاذ يونغ هو اللي بيقول له رغم اني ما اتاخرتش بس شكرا ليك لان بفضلك قدرنا نتجنب خطر كبير يومها. فبيقول كيم لنفسه كويس انه ما خدش باله من العناصر اللي خدتها وجريت. ولكن استاذ يونغ بيقول له وهو باص على سيفه بس انت قلت انك خلصت لحد المستوى الخامس مش صح؟ ولكنك عندك سيف حلو اهو، هو مش المفروض السيف ده برضه المكافاه لنهايه المستوى السادس؟ فبيركم وبيقول له لا ده انا لقيته وانا بنضف. فبيقول له يونغ اما عذر بصحيح، وبيفتح استاذ يونغ نافذه الحاله بتاعته وبيقول له شكلك كده مش عايز تجاوب على اسئلتي تاني، وبيسحب السيفين بتوعه من نافذه الحاله وبيقول في الحاله دي هوريك انا كمان حاجه لقيتها وانا بنضف. وبتبدا المباراه وبيهجم استاذ يونغ على كيم وبيكون هيضربه بالسيف في ظهره، ولكن كيم برد فعل سريع بيتفادى الضربه. فبيقول يونغ افتكرتك بتركز على قوتك بشكل اساسي بس انت فاجئتني برشاقتك كمان. فبيرد كيم وبيقول له انك تكون كويس في حاجه واحده ده بيخليك اضعف، وبما اني عندي مهارات التعافي فعلى العموم تقدر تهاجمني بكل قوتك. فبيقول له استاذ يونغ ما تقلقش مش هبخل عليك. وفجاه استاذ يونغ اختفى من قدامه وبكل رشاقه بيكون حواليه في كل حته، وردات فعل كيم بتكون سريعه. فبيقول الاستاذ يونغ قوته البدنيه مذهله، وبيكون كيم مبسوط جدا بالقتال مع الاستاذ يونغ وبيقول له هو ده القتال ولا بلاش. اما يونغ فبيقول لنفسه مهارات التعافي عنده فعلا فعلا زي ما قال، في الحاله دي هبقى عنيف معاه اكتر. وبيرفع سيفه على كيم وبيقول لنفسه انا هعمل ثغره هجمات ما يقدرش يتفاداها. وبنشوف السيف قريب من وش كيم ولكن كيم بيتفادى بايده وبيشوف الدم على جسمه. فبيقول الاستاذ يونغ لنفسه بصدمه ايه ده انا مش قادر اشيل السيف من ايده، هو واقف بين عظمه الزند والقعبره. فبيقول له كيم ثقه انا بقيت في ملعبي، وبيحط راسه في راس الاستاذ يونغ وبيوقعه بعيد على الارض ونضارته كمان بتقع. وبيقول له بعدها انت خسرت خلاص. وبعدها بيفتحوا كنزات مش مقاطعه وبيقعدوا يشربوها مع بعض، وبيقوم كيم قايل في الحقيقه القتال ده انتهى بالتعادل، احنا اتفقنا ما نستخدمش مهارات في القتال بس انا شكلي كده استخدمتها. فبيرد يونغ وبيقول له قول كده بقى يبقى انا اللي فزت، ممكن تبقى غير مؤهل بسبب غبائك ده. فبيقول له هيون بعصبيه ده مش عدل، يعني هتعمل ايه لما يكون عندك مهاره حلوه؟ ولكن فجاه في حد بينده على استاذ يونغ وبيقوم وبيقول لكيم على كل حال شكرا لي، حاسس ان جزء من توتري اختفى، ادخل ونام لك شويه كفايه كده النهارده، عندنا بكره تدريب استكشاف زنزانه. وبنعرف ان الزنزانه دي ملك المدرسه تدريب القدرات، واي دخول مش مصرح بيه بيتبلغ عن صاحبه ويتحاكم. وعند الزنزانه بنشوف حراس واقفين، وبيجي الصبح وبنشوف استاذ يونغ والمتدربين والمدرسين المساعدين قدام الزنزانه، وبيكون استاذ يونغ بيشرح لهم اكتر عن الزنزانه وبيقول اتعين المكان ده كزنزانه تعليميه من خلال مدرسه تدريب قدرات المستيقظين. الزنزانه دي من رباف واسمها غابه جايكا، والوحش جايكا اللي موجود هنا اقوى من وحوش زنزانه الرباف العاديه، وفي سببين خلينا نعين المكان ده كزنزانه تعليميه. الاول انها زنزانه من نوع ميداني ممكن يكون فخه وكده ولكن مفيش تهديدات غير وحوش، والتاني الجايكا مش بيعيش في مجموعات وبكده تقدروا تستدرجوهم وتتعاملوا مع واحد واحد. وبيفتح المدرسين مساعدين الزنزانه وبيقول استاذ يونغ وهنفسر تفاصيل اكتر لما تدخلوا زنزانه. فبيقول كيم لنفسه دي اول مره ادخل زنزانه في الحياه واقعيه من ساعه ما بدات المرحله التعليميه في الزنزانه، ما دخلتش بوابه زي دي قبل كده. وبيدخلوا المتدربين الزنزانه، فبيقول كيم لنفسه احساس حلو وانا داخل الزنزانه دي. هو بيغمض عينه وبيفتحها وبيلاقي نفسه في مكان كله زرع وبيقول هي دي بوابه انتقال ولا بوابه عاديه اللي عدينا منها دلوقتي دي؟ لو رجعنا من نفس المكان ده تاني هنعرف نرجع مكاننا ولا ايه؟ فبيرد سيونغ وبيقول له هم شرحوا ده في الدرس تقدر ترجع عادي. فبيقول له كيم صح ما تتكلمش معايا مش عايزهم يقولوا عليا مجنونه. فبيرد سيونغ وبيقول له انت اللي كلمتني اول. ولكن بنلاقي استاذ يونغ بيقول
دلوقتي الاستاذ المساعد هيستدرك وحش جيكا ويديكم مثال، وبعدها كل مجموعه من 5 اشخاص تصطاد وحش واحد، وبيوجه كلامه للمدرس المساعد وبيقول له وانت بتستدركهم خليكم في منطقه مفتوحه عشان القتال يبقى اسهل. وبيقول للمتدربين واحنا ماشيين هعرفكم معلومات اكتر عن جيكا. جيكا وحش من نوع الطيور، طوله من راسه ورجله اطول شويه من مترين، وشكله قريب من نعامه، ورجله سريعه، وعنده منقار قوي، وعشان تكونوا عارفين يقدر بمنقاره يدمر اي حاجه، وحتى الدروع لازم تبقوا حذرين كويس. الاستراتيجيه الاساسيه في قتالنا اننا نحاصره باشخاص كتير ونربط رجليه. وبيوصل الاستاذ يونغا رساله في شاشه النظام بتقول تم ازاله الجوهر المركزي للزنزانه، بوابه الانتقال للخارج اتفتحت، الزنزانه على وشك الانهيار، يرجى من الجميع الخروج. وبتوصل نفس الرساله دي كمان للمتدربين، وبتبدا الزنزانه فعلا تنهار. وبنلاقي استاذ يونغا بيقول اهدوا ما تقلقوش وادخلوا البوابه واحد ورا التاني بسرعه، بس لازم نخرج قبل ما الزنزانه تنهار تماما. قدامنا وقت كويس، اتحركوا بانتظام. وبينفذوا المتدربين التعليمات، وبيخرجوا من الزنزانه وبيسالوا المتدربين عن اللي بيحصل وعن الجوهر الاساسي للزنزانه. فبنشوف استاذ يونغا وهو بيبعت المتدربين وبيطمن ان كلهم طلعوا بسلامه. وبنلاقي يونغا بيقول لنفسه امال مين اللي صفى الزنزانه، وبيحط المدرس المساعد ايده على استاذ يونغا وبيكون باصص في اتجاه الزنزانه. وبنشوف ضوء ازرق خارج من الزنزانه، فبيصدم يونغا وبيقول مستحيل، اطلب الدعم بسرعه يا مساعد. بالنسبه للمتدربين امشوا بسرعه من هنا، ده كسر الزنزانه. فبيسالوا كيم وبيقول له يا استاذ يونغا هو ايه اللي بيحصل؟ فبيرد يونغا وبيقول له كويس يا هيون، انت في المكان المناسب، ده كسر الزنزانه وعايز من المجندين يوفروا دعم قدام. فبيقول له كيم يعني ايه كسر الزنزانه؟ فبيرد هيون وبيقول له لو اتدمر واتزال الجوهر الرئيسي من غير قتل الزعيم فالوحوش المتبقيه هتخرج من البوابه اثناء انهيار الزنزانه، وهو ده بقى كسر الزنزانه. هو انت ما عرفتش ده في الدرس النظري؟ فبيرد كيم وبيقول له اكيد عارف، انا بس كنت بطمن اني فاهم كويس. فبيبتسم يونغا وبيقول له مش هتتغير، مش هنهزر دلوقتي، الجيكا هيطلع قريب، انا هقود المجندين فخليك انت هنا دلوقتي. وبيطلع عليهم وحش الجايكا وبيصدم استاذ يونغا وبيقول يخرب بيت كده بالسرعه دي، وبيجري وبيقول لكيم انا هسيب ده ليك. فبيقول له كيم استنى انا لسه ما سمعتش كل حاجه. وبيروح استاذ يونغا ناحيه المتدربين وبيقول لهم اتجمعوا من فضلكم في مجموعات من 5، لو ما اتبعتوش تعليماتي هتروحوا فيها. وبيبص كيم على وحش الجيكا وبيقول هو عايزني اخلص الموضوع واخلص على كل الوحوش دي لوحدي؟ هو انا سمعت كويس طيب، بس المهم بيستعد عشان يقتل الوحوش. وفجاه بيلاقي سونغا ماسك مطرقته وبيقول انا معاك، وبيضرب سونغا وحش اول وبنشوف الدم نازل من الوحش. وبعدها بيقول سونغا بابتسامه زي ما توقعت مفيش احسن من السحر في الموضوع ده. فبيكون كيم متضايق منه، فبيكمل سونغا وبيقول مش هعمل حاجه ممتعه كده لوحدي ولا ايه؟ وبيمسك كيم سيفه وبيجري في اتجاه الوحوش وبيقول وجود مريض نفسي معايا طمني. وبيبدا يضرب في الوحوش وبيخلص عليهم. وبيقول لسونغا سد ودانك، وبيفعل مهاره زئير غضب الاسد وبيتقل كل احصائيات وروح المعنويه للوحوش. فبيقول يونغا لنفسه الوحوش ضعفت مره واحده، والصوت اللي انا سمعته ده اكيد دي مهاره كيم، الدعم هيوصل قريب، شكل الموضوع هيتحل بسلاسه اكتر مما توقعت. وبعدها بيلاقيهم مقايدين وحوش الجيكا والاستاذ يونغا بيضربوا بسيفه، وبنروح لكيم واللي بتفعل عنده مهاره الانفجار السحري وبيخلص على وحش كمان. فبيقول لسونغا ايه اللي انت عملته ده؟ هو ده سحر؟ فبيقول له كيم دي مهاره خدتها من فتره. فبيساله سونغا وبيقول هو انت ممكن تكون خدتها من مرحله تعليميه؟ فبيقول له كيم ده سر، المهم سيبك من ده وبص على اللي انا شايفه. وبنشوف وحش جيكا ضخم جدا، وبنعرف من شاشه النظام انه جيكا متحول. وبيصدم الاستاذ يونغا وبيقول لنفسه زعيم الوحوش والدعم كمان لسه ما وصلش مهما تعامل كيم مع زعماء وحوش، ولكن وحش ضخم كده دي مشكله كبيره حتى لو اتعامل معاه هو وسونغا، فدي اول مره يشوف فيها زعيم في الواقع. وبيقول سونغا لكيم سيبولي بقى ده يا اخويا. فبيقول له كيم بحماس لا ده ليا. وبعدها بنشوف الاستاذ يونغا واقف قصاد واحده وبتقول له بكره مناسبه التخرج وحصل حادثه ساعه تدريب الزنزانه النهارده صح؟ فبيرد يونغا وبيقول ايوه في حد اقتحم زنزانه التدريب وكسر الزنزانه عن قصده، تقريبا عمل كده جزء من ارهاب الزنزانه اللي بقاله شهر شغال. فبتساله بتقول له طب هو كان في اي متدرب مميز؟ فبيقول لها استاذ يونغا كان في 2 هم اللي اتعاملوا مع زعيم الزنزانه، الجيكا المتحول، واحد منهم قوته جسديه سحقه، عنده قوه وسرعه ورشاقه كل حاجه مستوى عالي، وقوته الاقوى بقى ده كمان متهور ومش بيخاف انه يتعرض لاي اذى، وده بيخلي عنده استراتيجيات مش متوقعه وبتكون صعب ان عدو يتعامل معاها. التاني بقى مختلف تماما، المفروض انا دي عبقري، هو متدرب مولود باحساس قتالي ممتازه، ردة فعله سريعه وكفاءته جامده بجد، طبيعته صعبه جدا لدرجه صعبه وده اكبر عيب فيه. فبترد وبتقول له نادر ان الاستاذ يونغا يشكر في حد كده، انت قدمت عرض توظيف؟ فبيرد يونغا وبيقول لها مش قانوني بين المتدربين لما تكوني مدرسه؟ فبيلاقي بترد وبتقول له كالعاده ما اتغيرتش. فبيرد يونغا وبيقول لها طبيعي الموظفين يبقوا شبه شخصيه مديرهم يا قائده النقابه، وبنعرف انها قائده نقابه داغون واسمها بورا. فبتقول له بورا حاجه حلوه انك تكون مدرس، بس اتمنى ترجع النقابه قريب. لا عاش، بس يا ترى ايه اللي هيحصل في الجزء الجاي؟ كل ده اكتر نعرفه مع بعض وفي الكومنتات. لا بأس بك يا كيم، ودي هتبقى كلمه السر، وهتصل على النبي وتبتدي اخواتك المستضعفين ودول داعمين القناه، ونحب نرحب بالاساطير الجداد وبالذات طلال الشبح. هلا والله ابو طلال، ودول الاساطير كانوا معانا في الفيديو اللي فات.
فعامة شكرا على وقفكم جنبنا. والفيديو اللي فات عارف ان نوعا ما عجبكمش، ولكننا جربناه مره ولقينا ان في جزء كبير منكم حب الموضوع ده، بس لا تقلقوا، في كل مره هنعمل كده لازم يكون بعدها جرعه تعويض جامده جدا زي دي. قولي بقى في الكومنتات الفيديو عجبك كام من 10، يعني مثلا ممكن نقول 7 8 9 10، على فكره ممكن تقول لحد 99، اصل خلي بالكم انا متواضع جدا. عامه من غير كلام كتير نشوفكم الفيديو الجاي، يا رب دايما تكونوا بخير، وبس اشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.